انا واخد على خاطر منك يا عم امين. ايه؟ ما ينفعش يعني مش انا في وشي كده وتديني بالقلم يعني قدام. تعرف انا ما زعلنيش القلم ده خالص، من زعلني بس الكلام اللي حضرتك قلته لي. انت فاكر نفسك بتصرف وبتساعد، ما كله من خيرك يا عم امين. بعدين يابا ربنا يقدرنا عشان يخليك انت وامي واخواتي مش محتاجين اي حاجه. يابا ده انت لازمتك على راسي انا. هقول لي بقى، دعيت لي وانت بتصلي ولا كنت لسه زعلان مني؟ رخاوي، انا ليا مين ادعيله غيركم؟ تعال. لسه زعلان؟ ازعل ايه بقى؟ ده انت زي ولادي. يلا تصبح على خير. تمام. طبعا وحشتني. طيب يا حبيبتي، طيب يلا اكلمك بعدين. حبيبتي، وحبيبتي دي بقى ايه اللي مصحيها لغايه دلوقتي؟ بتكلمي مين يا بطه؟ دي 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 ولا ده بتكلمي مين يا بطه؟ دي واحده صاحبتي. بدأنا الموضوع بكده، يبقى هتشوفي وش مني زي الزفت. بتكلمي مين يا بت؟ بص بصراحه يا ادم، ده واحد اسمه مرزوق. مين مرزوق ده؟ ولا بيزفت ايه؟ ولا عرفتيه فين ده؟ بص يا ادم، انا هحكي لك على كل حاجه، بس اوعدني ان هو يفضل سر ما بيننا. احكي يا ماما، احكي يا حبيبتي، بس احكي بصراحه. عايز يخطبني. كلمة جد؟ طب ولما هو عايز يخطبك بجد بقى، ما جاش لي البيت قابلنا؟ انا اللي ما كنتش عايزه، كنت مستنيه الوقت المناسب. وامتى بقى روح خالتك الوقت المناسب؟ اللي تشوفه يا ادم. انا عايز اقابل الواد ده. اتفقنا؟ اتفقنا. كبرت يا بنت؟ تتخطبي؟ ها؟ تعالي كمان واحد. عدتوا البوليس! عدتوا البوليس! ألف سلامة عليك يا حبيبي. سلمك. اطمنوا يا جماعة، جت سليمة الحمد لله. أسفين يا دكتور، جبتك على ملا وشك. يعني هو كويس يا دكتور؟ الحمد لله. طبعا اذنكم. كتر خيركم يا جماعه، انا الحمد لله كويس. يا حبيبي يا ابني، منه لله البعيد، ربنا ينتقم منه أشد انتقام، قادر يا كريم يا رب. هو آدم سابه؟ ده ادعي علقة موت. ربنا يحميك يا آدم، ده أنا ما شفتش في شهامتك وجدعنتك دي حد أبدا. ليه بقى إن شاء الله؟ وعمل إيه أزيد من اللي أنا عملته؟ ما أنا مسكت الحرام اديته علقة موت، لولا هو اللي جه أنقذه من إيدي. حصل. ويا تعويره قدام ده من إيه يا عم البيت؟ لا ده أنا كنت بحلق وبعدين وقعت على الفازة. حصل. الحمد لله يا صاحبي. ادم ما يتخافش عليها جيفارا. مش غريب عليك والله يا ادم، هي دي اخلاق ولاد الكانتري. شاكرين على المعلومه يا خواجه. من فضلكم يا جماعه، الدكتور قال الكلام خطر على ادم. اتفضلوا تصبحوا على خير. تصبحوا على خير، عايزين ننام. اتفضل حضرتك. انا مش فاهم بس، الواد ده بيجري ورا المشاكل ولا المشاكل هي اللي بتجري وراه؟ كبد عليك يا ضنايا يا ابني، طول عمره في حاله ودايما متصاب. ايوه، خليك انت في كبدي ويا ضنايا لغايه اما رقت جنبك اهو، لا قادر يتحرك ولا يروح شغله. كرايه امين،
مالك شد السلخ عليا انا والبات كده ليه؟ عندي حق ولا ما عنديش حق؟ بصراحه مالكش حق. احنا عيلنا زي الفل وانا مربيهم كويس وزرعت ربنا سبحانه وتعالى جواهم. لازم تفرح ان ابنك راجل وشهم. الشهامه ما بتجيبش حقها اليومين دولت يا صبره، واديك شفتي. يعني كنت هتفرحي لو ابنك راح فيها؟ بعد الشر ان شاء الله اللي يكرهوه يا رب. استغفر الله العظيم. صباح على خير. انت من اهله. صبرني يا رب، صبرني على اللي انا فيه. انت متهم بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بمصالح أمن الدولة العليا. ده أنا غلبان يا باشا. سعادتك أنا لا يمكن أضرب مصالح بلدي ولا يمكن أتجسس على بلدي لصالح أي حد. امال تفسر بايه المعلومات والمكالمات اللي انت سجلتها ورحت بعتها لما كنت شغال في شركه الاتصالات؟ يا باشا المعلومات على قفا ما نشيل. وبعدين احنا في عصر المعلومه يا بيه. انت هتستقبل يالا ولا ايه؟ هبعت اجيب ماما. كل الناس يا بيه بتبادل معلومات ولا هي جت عليا. وبعدين يا بيه المعلومات كل يوم على النت بتكون رايحه جايه يعني. اللي على النت حاجه واللي انت عملته حاجه تانية يا باشا. دي معلومات عاديه. هو التجسس ايه غير بيع معلومات؟ ممكن تكون عاديه بالنسبه لك لكن مهمه لغيرك. شكلك كده ملاوع ومش هتيجي بالذوق. انا فعلا بعت معلومات وقبضت الثمن. بس ما كنتش عارف ان هي المخابرات اجنبيه. وتبيع ليه من اصله؟ لاني فقير ما صدقت لقيت اي حاجه عندي ممكن ابيعها. ما سالتش نفسك يا روح امك هما بيشتروا منك المعلومات دي ليه؟ انت يالا ما سالتش. كان كل اللي منها ابيع بكام؟ يا باشا بلدي ما تتقدرش بفلوس. البلد دي مليانه فلوس بس مش مع كل الناس. انت عقود بقى. من غلبي طول عمري بتحوم في دوامة فهري. مفيش مرة واحد فكر انه يمد ايده ويساعدني. عفوا. الفقر عمره ما كان مبرر للخيانة وقلة الأصل. في ناس ممكن تموت من الجوع ولا يمكن تخون أهلها وناسها. مش كل الناس يا باشا، مش كل الناس. في ناس مستعدة تبيع عين من عينيها أو عين من عينها علشان تدوس على الفار اللي طحنها. إنما صدقني يا باشا كلنا عايزين نبقى ملايكة، إنما لو معرفناش بنتحول غصب عننا شياطين علشان نقدر نعيش. يا خال بتعمل ايه يا خال؟ بتهد البيت في ايه؟ ويل لمن يريد ان يحيا مرفوع الراس في عصر انحنت فيه كل الرؤوس. حكمه قديمه لكن عجيبه يا ادم. ايه الصباح الزباله ده على الصبح؟ ايه الحكمه دي يا خال؟ جبتها منين؟ من عند صيدليه الاسعاف كده وانت داخل على اليمين. ايه جبتها منين؟ انا كنت بقرا زمان. بجد يا خال والله؟ كنت بقرا زمان؟ ايوه زمان قبل ما يخترعوا النت. اي حد كان لازم يتثقف. دلوقتي اي معلومه تخش على النت تجيبها. ومعلقش في دماغك بقى غير الجمله الزباله دي؟ طبعا يا ادم. الحقيقه يا ادم، الحقيقه دلوقتي اللي عاوز لقمه عيشه بيحسس عليها في الضلمه وبيدور عليها، ولو رفعت راسك لفوق او قمتها السيف يطيرها لك، لا هتلاقي رقبتك ولا لقمة عيشك. ايه التفاؤل ده يا خال؟ ايه التفاؤل اللي على الصبح ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا خال ربنا كبير يا خال وبيرزق الدودة في بطن الحجر، مش هيرزقنا احنا؟ صفي قلبك بس انت. ونعم بالله. حلو قوي. ما دام وافقتني بقى انا كمان موافقك على الجمله الحلوه دي، بس هنزود حاجه طفيفه بس. حاجه صغيره كده بس. ماشي؟ طفيفه يعني يا ادم بتعمل ايه؟ طفيفه خفيفه كده. بس القلم الاحمر ده من عندك؟ جه في دماغي بس مطلع كده. مطلع؟ ويل لمن
عم ايه؟ ايه ويل لمن لا يريد؟ ايوه ويل لمن لا يريد يا عم، على الاقل فيها احترام وتفاؤل كده، مش تشاؤم وسواد. ويل لمن لا يريد ان يحيا مرفوع الراس في عصر انحلت فيه الرؤوس. احترام من مين؟ من الناس الشريفه. فين الشرفاء دول؟ موجودين يا خال موجودين، بس انت بس فالح تبص لنص الكوبايه الفاضي وتسيب المليان. نص فاضي ونص مليان ايه؟ هو في يا ادم كوبايه قدامي من اصله؟ وبعدين ازاي يا ابني؟ ازاي اعيش في وسط المنحرفين والحراميه؟ بانك تبقى محترم ومركز في نفسك وفي شغلك، وما تبصش لرزق الناس وتقول اشمعنى انا في وسط الحراميه. يا عم انت مالك بالحراميه يا عم؟ ما تركز في نفسك يا عم، كويس لنفسك. ادي الشعارات اللي احنا فالحين بيها. الشعارات دي ما بقراهاش الا في الكتب والروايات. كل علمك بقى يا ادم، بص انا هرجعها تاني. عشان خاطر خال، عشان خاطر سيبها كده. احنا محتاجين لاي كلمه نتصبر بيها وتدينا امل، مش كده يا خال؟ الخال حاله مال. ولد انت ايه يا بنتي؟ وبعدين معاكي بقى يا عليا، انت مش ناويه تجيبيها البر ابدا؟ ليه؟ هو انا بعمل حاجه غلط؟ اه طبعا، لو رحتي اتدربتي في الجريده دي بتاعه المعارضه ابوكي هيزعل. ماما ده مستقبلي وانا حره فيه. ايوه يا حبيبتي، بس ما تنسيش ان ده ابوكي ومحسوبه عليه. ده الظاهر قدام الناس، انما اللي انا وانت عارفينه كويس ان مفيش اي صله بيني وبينه. يا عليا انت ايه يا بنتي؟ مش عايزه تنسي ابدا؟ انسى ايه يا ماما؟ انسى ان رماني انا وانت واختي، ولولا جد الله يرحمه يعلم مصيرنا كان هيبقى ايه؟ وهو ربنا سترها والحمد لله. بتنكشي ليه بقى انت في الماضي دلوقتي؟ ماما اقفلي الموضوع ده خالص، وبابا اللي فرط في حقوقي وانا صغيره ملوش اي حق فيا وانا كبيره. ده العدل يا ماما، وغير كده يبقى ظلم. مفيش فايده فيكي، راسك ناشفه، واللي انت عايزه تعمليه بتعمليه. طالما في الحق هعمله ولو على رقبتي. انا بنت جدي يا ماما، مش بنت بابا. اوكي، دي بتاعت مهندس عمر عبد السلام، دكتور نبيل دانيال، مهندس رفيق حنا، والدكتور هشام. تمام. وديت لجايدة وجانا وسارة؟ وديت له. اوكي. وديت لليلي وامين شوقي؟ وديت له. اوكي. وديت لهبه واحمد وشريف النمر؟ وديت لهم يا ستي. تمام. كده مش ناقص حد. اوعى تكون نسيت عبير الانصاري. ايه؟ نهار ابيض. نسيتها؟ لا طبعا وديت لها. بتهزر يا جو؟ كنت هموتك. شكلك زي القمر النهارده. طب يلا نودي لهم انفيتيشنز بتاعتي. عندي ليكي خروجه تحفه النهارده. ايه؟ خروجه ايه يا جو؟ جو انت عايش حياتك عادي جدا ولا كأن فرحنا بكره. خلاص يا ستي انت الخسرانه. اقعد حضر للفرح. ماشي. هاي. خش. لا شفط. لا انا عايز شفط. دول بقى ليكوا للذكرى. حلوين؟ قوي يا حبيبتي. مبروك مبروك يا نونو، تجنن. مبروك يا جو. الله يبارك فيك. ده ذوق جو على فكره. وانا بقول ذوقها حلوه قوي قوي كده ليه؟ ده عشان حضرتك بتحبني بس يا انكل بتقول كده. لا من ناحيه انا بحبك، انا كنت بحبك. ليه كده يا انكل؟ بس انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ ده انا مش طايقك يا راجل، ده انا بغير منك. اخص عليك يا بابا. ليه كده؟ ليه كده؟ علشان هياخدك مني يا حبيبتي. بقى انا اتعب واشقى واربي والاستاذ كده ياخدك كده جاهزه. ده عشان ربنا بيحبني بس رزقني بناس كويسين كده زيكم. بس احنا مش هنروح بعيد يعني، احنا مع حضرتك على طول، وهنكون عندك على الفطار وعلى الغدا وعلى العشاء كمان. الله 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 الله، ده انت داخل على التلاجة دغري بقى. ربنا يسعدكم يا ابني. ايه ده احنا مش في الفرح على فكره. بتعيطي ليه دلوقتي بقى؟ كان نفسي شريف اخوك يحضر اكليلي. ايه ده صحيح؟ هو شريف ما اتصلش خالص؟ ربنا يهديه يا ابني ويرجعه بالسلامه. طيب بمناسبه الاكليل بقى، انا عايزه ابونا بشوي هو اللي يجوزنا. اما يا نونو ده لو حصل يبقى ربنا بيحبك يا نونو. هتروح تجيبه؟ اروح اجيبه ايه؟ استني بس، ده في بني سويف يا انكل. لا 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 مش كده يا ابني، ده راجل مبروك وشرف كبير قوي ليك انك تروح تجيبه بنفسك. ماشي بس امتى اروح؟ ده الاكليل بكره. ماليش دعوه، اتصرف. وبعدين يعني ما نشوف حد قريب طيب يروح يجيبه.
لحسن يتعب مني في السكه، انتوا عارفينه سنه كبير. عشان خاطري يا جو، انا وعداه من وانا صغيره قد كده ان هو اللي هيجوزني. خلاص يا ستي، طالما دي امنيه يعني ووعد، انا هجيبه عشان انا بحبه. وانا كمان. ايوه كده، اسمع كلامها زي ما جوجو بيسمع كلام. ايوه. نورتنا يا ادم يا ابني. ربنا يخليك يا ام هنا. مش انا بقى. ايه مالك ادم، في ايه؟ مش عارف مالي، ضميري وجعني كده فجأة. بقول لك يا هنا، بصراحة يعني أنا محرج منك يعني بالنسبة اللي حصل يعني على السلم لما حضرنا بعض يعني. أقصد يعني لما أنا كنت مخنوق واترميت في حضنك. لا عادي يا ادم، مفيش حاجه، احنا اخوات. اخوات؟ بصي يا هنا، أنا طول عمري باصص لك كأخت، بس من ساعة ما حضنتك حسيت بحاجة. حاجة ايه يعني؟ زي ما يكون كده كل واحد فينا ساب حاجة عند التاني، صح؟ انت حسيتي نفس الإحساس؟ لا أنا بكمل الجملة. كمل الجملة؟ طب اتفضلي بقى هاتي اللي أنا سبته. صعب يا ادم، مش هقدر اديهولك. شفتي؟ أنا سبت حاجة. طب أنا لازم أمشي. مش عارف ضميري مال النهارده. متستهبلش بجد يعني، انت حسيتي نفس اللي أنا حاسه؟ بس أنا خايفة يا ادم. من إيه؟ خايفة يكون ده مجرد إحساس وهيروح لحاله، هو تعبانة بعدين. عبيطة يا بنت، انت مالك محساني ان انا يحيى اخويا كده؟ يا هنا يا اما استني شوية بنتكلم على البنت. انا فاهم انا بقول ايه كويس. خش. أنا لازم أدخل. بس بقى. اطلع بقى يا ساتر. يا ساتر، الدوسيه ده ريحته بيض بالبسطرمه. انا اختي النهارده بقى فتكات عامله لي حته دين اكله محشي بورق الخس. يا سلام يا سلام يا فتكات. اختك اللي قول لي يا عموره، انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ بصحى متاخر. نعم. مش فاضي يعني، هتجوز امتى؟ وراك ايه يعني؟ مفيش، بالليل بقعد العب دومنه وطاوله، وفي الفجريه كده اروح داخل على النت بقى شات مع اصحابي كده. شات؟ وبعدين انت بتلفي وتدوري على ايه يا فتكات من الصبح؟ عاوزه حاجه؟ عاوزه تقولي حاجه؟ بصراحه انا جايبه لك عروسه. منين؟ منين؟ ده انا جايب امبارح الخاصيه بالتقسيط لاختي عشان تعشان بقى. منين انت بتحلمي ولا ايه؟ لا، ما العروسه اللي انا جايباها لك عندها شقه في ارض اللواء ومحوشه لها قرشين. انت بتتكلمي جد؟ ايوه. يعني معاها فلوس كتير؟ ايوه، يعني مرتبك هيفضل ليك، وهي بقى مش عايزه منك اي حاجه غير بس شويه حنان. حنان؟ ده انا ما عنديش الا حنان. ده ربنا خد مني شعري واداني حنان ومشاعر عمال كده مرمطهم على النت طول الليل. ايوه كده يا عريس. والعروسه ديت يعني عندها قد ايه كده؟ تلاتينايه؟ ستينايه. ستينايه وفي ارض اللواء؟ دي ادم من اللواء نفسه. وبعدين ان شاء الله دي اكتب عليها فين؟ في القرافه؟ واللي هيشهدوا على الجواز بتاعنا اتنين حنوتيه ولا ايه؟ الشر بره وبعيد، ما تفولش. فولش ازاي؟ الله، دي واحده ست، دي كانت ست. انت عايز الجوزانه تورط فيها دي ولا ايه؟ الله، ما دام في الفورمه ولسه بصحتها، المانع بقى؟ فورمه مين؟ اذكروا محاسن موتاكم. لا بقى، انا ما اسمحلكش ان انت تشتم حماتي. حماتك؟ اخصى عليك يا فتكات، يا خساره العشره اللي بيني وبينك، ده المكتب لازق في المكتب. عاوزه تجوزيني حماتك؟ عموره، ده جميل عمري ما هنساهولك. دي مأجرة شقتها وقاعدة معانا بحجة إنها وحدانية. أنا قلت أجوزها بقى وتحل عني. حليها، خليها تحل في أي مقبرة جماعية بعيد عنك. حرام عليكي، يعني أنت عايزة تشيليها من دماغك وتحطيها على دماغي أنا؟ لا، مش عايز الجوازة دي. عمورة، أنا بهدي لك هدية.
دي عندها شقة وعندها فلوس ومش عايزة منك أي حاجة في الدنيا، ويمكن كمان تديلك. لا مش عايز اتجوز الست دي، مش عايز اتجوزها، انا كده زي الفل، انا عايش مع نفسي كده زي الفل. خلاص يا اخويا، خليك مع نفسك كده زي القرد ابو ديل. قرد ابو ديل. اقعد اكل موز وسوداني كده واتنطط على البلتكنات في الشقه براحتي، خلاص. سلامتك يا عم رامبو. الله يسلمك يا حبيب رامبو. اتفضل، كل سنه وانت طيب. ايه دي؟ هديه عيد ميلادك. دي بقى ساعه اصلي، مش زي المضروبين اللي بديهم للعيال. امسك. ايدي يا ابني، ايدي. خلاص هات ايدك التاني يا ابني استنى، انت ايه بتشبكني ولا ايه؟ شكرا يا كيمو، بس انا مش هقدر اخدها. ايه الاتامه دي؟ ده بدل ما تاخدني بالاحضان وتقول لي ميرسي يا صديقي على الهديه الحلوه اللي انت جبتها لي دي. ما هي عشان حلوه قوي وغاليه قوي، انا مش هقدر ارد لك واحده زيها. وبعدين يا معلم، كل سنه وانت طيب. الحلوه اللي انت قلتها دي والله عندي اغلى من 100 هديه. طب والله العظيم 3 لما خدتها لدشها في الارض دلوقتي 100 حته، وانت عارفني بقى مجنون واعملها. وبعدين يا اخي ده النبي قبل الهديه. البس بقى بلاش بواخ. يا ابني ايدي يا مجنون. البس طيب البس. اللهم صل عليك يا نبي. حلوه صح؟ بس دي مش اصل يا معلم. مش فاهمك انت. ايه ده؟ ايه الحقيقه؟ بص يلا مني اونلاين. ايه ده الواد وليد؟ لا سيبولي انا بقى ندور عليه ونطلعه على المسرح. يلا ندور يلا ندور. خد يا معلم الساعه. انت فينك يا بنتي؟ بجد انا زعلان وقافش جدا جدا. ليه بس يا لولي؟ يومين ما اسمعش صوتك وما اعرفش عنك حاجه. بتعملي ايه؟ بجد حرام عليكي. صدقني يا لولي، انا بتقطع اكتر منك، بس كان لازم ابعد لاني بدات احس اني بضعف. ايه؟ ضعفت. بقول لك يا لولي مش هكلمك تاني. انا بصراحه حاسه ان انا بخون خطيبي، انا لسه ما فسختش خطوبتي، انا حاسه اني بخونه. الحق الزبون التاني شرف. خالي دوروا انت بقى يا معلم لانه عارف صوتي. يلا ندور يلا ندور. ما تنطق بقى، الله يخرب بيتك على بيت رماتك المخوخه، هتطير مننا المزه. هاي، ممكن اتعرف عليك؟ انت مين؟ انا مونيكا. مونيكا؟ انت مصريه يا مونيكا؟ نص مصريه ونص ايطاليه. اموت انا في الاسباجيتي ده، الليله هتبقى صلصه. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي يا عسليه. بيئه قوي. هو انت انهي نوع من انواع الرجاله؟ اي نوع ازاي؟ مش فاهم. يعني انهي فصيله من فصيله الرجاله؟ فصيله ايه؟ انت بتكلمي كلب لولو ولا ايه؟ انا فرعوني قوقازي. اوه كوكازي، اموت في كوكازي يا نيازي. لا مونيكا، انا مش اسمي نيازي، انا اسمي عامر. ما انا عارفه بس اكيد اصلك شبهه قوي. زي مين يا مونيكا؟ خطيب المرحوم نيازي الله يرحمه. هو مات؟ بس انت شبهه قوي وهو بيموت. هو انا صوتي يدي على تربه ولا ايه؟ انت عندك كاميرا؟ للاسف لا يا مونيكا. يا خساره، الحلو ما يكملش. لو كان عندك كاميرا دلوقتي كان زماننا فتحنا وشفنا بعض. بكره من طلعت الشمس هيكون في هنا 5 كاميرات بس. توريني بقى كل حاجه. شكلك شقي وانا بموت في الشقاوه. لا انا كده على طول شقي. طب يا ريت بقى تفتحي الكاميرا كده وتورينا حته. وريله الدبوس يا مونيكا، وريله الدبوس. مين دي يا مونيكا؟ دي هايدي بنت خالتي. سلمي عليها بقى وخليها توريني دبوسها. مش هما تجيب كاميرا الاول؟ بس بقول لك ايه، انا ممكن ابعت لك صورتي تسبيره. اسوخ ومنيل. ده انت حلو قوي يا مونيكا. لما انا مش هقوم النهارده بقى من هنا الا لما اشوف دبوسك يا دبوس هايدي. هيشو حبيبي، كويس انك جيت. انا جيت الحمد لله على سلامتي. بقول لك ايه، كنت عايزه فلوس. فلوس؟ ليه؟ مفيش، رايحه للكوافير وبعدين هعدي على ماما عشان اخد البنت. البنت؟ طب وايه اللي ودى البنت عند ماما اساسا؟
مفيش، كان عندي اوبن داي الصبح فماما عدت اخدتها من الحضانه. كمان؟ يعني انت ما شفتيش بنتك من الصبح؟ في ايه يا هشام؟ هي في الشارع؟ دي عند ماما. وبعدين انا من حقي ان انا اخرج واتفسح، ولا عايز نفضل محبوسه ما بين 4 حيطان يعني؟ والسواق الحيوان ده قلت لك تغيرهولي قبل كده 100,000 مره. ليه؟ عمل ايه؟ 100 مره اقول له ما ينامش في العربيه وهو مستنيني عشان بيخلي ريحتها تقرف. كمان هتحاسبي الراجل على النومه؟ ده كتر الف خير انه ملاحق على مشاويري جنب شغل الداخليه. ده انا اللي اسمه السواق بتاعي ما بشوفهوش اصلا. خلي في قلبك شويه رحمه يا منال. حنيتك دي اللي هتجيبنا ورا. انا جعان. اطلب ديليفري. نعم. هو انت كمان ما طبختيش؟ ده ايه العيش الزفت دي؟ يا حبيبي هي الخدامه مش نفسها يوم تاخد اجازه ولا ايه؟ يوم واحد بس يا منال؟ يوم واحد؟ ده انت الاسبوع كله ما بتطبخيش غير يوم واحد، وبعد محايلات ومناهدات ويا حبيبتي عشان خاطري بحب اكلك، بكره اكل بره، برجع من شغلي تعبان. مش كده يا منال؟ يا حبيبي اصل الطبيخ ده مزاج، وانا ما اتعودتش اعمل حاجه الا بمزاجي. وانا مش من ضمن مزاجك يا منال؟ يعني هو الطبيخ اللي هيبين لك يعني غلاوتك عندي؟ امال ايه تاني؟ طب الاول ايدك على 500 جنيه ولما ارجع ابقى اقول لك. 500 جنيه؟ فين مصروف البيت؟ اشتريت بيه جزمه فستان. ايه؟ هناكل طول الشهر جزمه وفستان؟ ويا ترى هنحل بايه؟ توك شعر؟ يا حبيبي ما عندك الكريدت كارد يعني، وبعدين الاكل يتدبر امره. لكن بصراحه الجزمه والفستان كانوا لقطه، ولما كنتش جبتهم كنت هبقى متضايقه قوي. ايدك بقى على 500 جنيه يلا خليك حلو. خليك حلو وهاتهم. وانا اقعد بايه؟ يا حبيبي انت قاعد في البيت مش نازل الشارع، لكن انا اللي نازله اشتري حاجات في الشارع. عايزني يعني اتبهدل قدام الناس؟ والله ما تشتريش عشان ما تتبهدليش. يعني افرض حصل لي اي ظرف طارئ في الشارع، ساعتها اعمل ايه؟ وانا مرات هشام بيه مذكور بجلاله قدره، عايزني يعني اتحوج للناس؟ يا دي هشام بيه مذكور بجلاله قدره اللي عامل لي بالو في نافوخي. ده انا كرهت اسمي بسببك يا شيخه. يلا بقى خليك حلو هاتهم يلا. طب بصي، انا هديكي 200 جنيه بس، اوكي؟ اقل من 500 نو. يا طب وانا اطلب دليفري بايه؟ افتح لك علبه تونه، وبعدين يا حبيبي الدليفري مش كويس عشانك، وبعدين انت تخنت قوي محتاج تخس. باي باي. هي بقت كده يا منال؟ علبه تونه؟ انا على اخر الزمن اكل علبه تونه؟ ماشي يا منال. ورد، والله ورد. خلاص بقى ما تزعليش. وهزعل من ايه؟ يعني شاطة عصبت عليك امبارح. صدقيني يا سهام انا عليا ضغط في الشغل غير عادي. حقك عليا. عادي. هو ايه الجديد؟ بص انا بكلمك ازاي وانت بتكلميني ازاي؟ انا ما قلتش حاجه غلط، انا قصدي يعني ان انت دايما مشغول. بس كده؟ انت شايف حاجه غير كده؟ انا شايف ان انت متغيره حبتين من ناحيتي. مش انا اللي اتغيرت يا سيف، انت اللي اتغيرت. سيف الحديدي عمره ما هيتغير ابدا، عمره ما هيتغير يا سهام. بتهيألك. بص لحياتنا كده من بره، انت هتعرف الفرق. مالها حياتنا؟ زي الفل اهي، من بره ومن جوه، والف واحده تتمنى تعيش عيشتك دي، بس انت بقى اللي عامله نفسك مش واخده بالك. بطل بقى، بطل بقى تفكر في نفسك بأنانية وبس. فكر فيا شوية، فكر في إحساسي، في مشاعري. مشاعر ايه؟ لله ونعم بالله. خدي خدي يا حبيبتي. ايه دول ياما؟ دول 500 جنيه كنت محوشاهم لك عشان الولادة. والله ياما انا ما عارفة هعمل ايه في فلوس الولادة وفلوس المستشفى، انا مش عارفة اعمل ايه. يا حبيبتي قلت لك سيبيها على الله بقى. طبخين ايه؟ طب يا اخويا ارمي السلام من الاول. صحيح عينك فارغه. مالك يا سما بتعيطي ليه؟ مخنوقه عشان ما فيش فلوس. يا دي الفلوس يا دي الفلوس. خلاص
مش عايز اسمع. ما هو انت كده اكل ومرها وقله صنع. الله يرحم الزمن اللي كان الخال فيه والد. والد؟ شوف يا صبرا، انت بتتكلمي في زمن تاني خالص خالص. الزمان ده الخال حاله مال، فهمتي؟ مال، ومش هيتعدل تاني. فرجتي الحلوه. حبيبي 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 حبيب قلبي. ازاي صحتك دلوقتي يا استاذ؟ يا استاذ دي اللي بتضحكني بقى. وربنا انت يا استاذ سيد الاساتذه كلها. حبيبي. السلام عليكم يابا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا. ها طمني، عملت ايه؟ بطلوع الروح رضيوا يسامحوني على غيابي امبارح والنهارده. يعني مش هيخصموا منك؟ الحمد لله. هيخصموا طبعا يابا، مش هيخصموا ايه بس؟ ده المدير بتاعي ده ارخم اخر 3 4 حاجات. ده ما كانش مصدق اني متعور غير لما وريته التعويره بعينيه. احمد ربنا، وهو درس ليك عشان تبطل تعمل بطل بعد كده. بطل ايه بس يابا؟ انا لاقي اكل. امال يعني مشك في المظاهرات وقبضك على الحراميه في نصاص الليالي ده تسميه ايه؟ انت رامبو؟ كنت سيب الحرامي يعني يابا؟ ايوه سيبه. طب انت مالك وماله؟ هو كان نط علينا يابا الكلام ده. طب ابويا بجد ولا ايه؟ في ايه يعني؟ هو ابويا يابا الكلام ده. ده انت اللي مربينا على الرجوله والشهامه. مش انا اللي ربيتك على الرجوله والشهامه؟ وبقول لك بقى ما تعملش بيهم السعاده. ليه بس يابا؟ يا ابني اسمع اللي بقول لك عليه. احنا بقينا في زمن اعمى واطرش. النهارده اخوك ابن امك وابوك لو قلت له اديني شويه تراب احطهم في عيني عشان اتعمي يقول لك تدفع كام. ده زمن ما بيعرفش الرحمه. معاك حق يابا، بس ده ايه علاقته باللي حصل معايا؟ المره دي ربنا ستر وضربه المطوه جت في كتفك، يعني كان ممكن تيجي في حته تانية تاخد اجلك، ساعتها كنت هتبقى مبسوط. اللي يعمل الصح يابا ما يندمش. الصح ما بقاش صح والغلط ما بقاش غلط في الزمان ده يا ابني، افهم بقى. فهمت يابا فهمت. فهمت ايه؟ ولا حاجه طبعا. طبعا هتفهم ازاي اذا كان دماغك بتركب شمال اساسا. كده يا ابني الشهامه والرجوله والكلام الكبير ده ما بقاش ينفع الايام دي. امال ايه اللي ينفع بقى؟ السكوت ولزوم البيوت. طالما انك انت ضمنت اكل عيشك خلاص عيش حياتك مالكش دعوه بحد. ايوه يابا، بس ده يعني انا اسف يعني اسمه جبن وانانيه. بعدين من راى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه. ما تكمل، سكت ليه؟ ومن لم يستطع فبقلبه، وهذا اضعف الايمان. ايوه صح، وهذا اضعف الايمان. احنا دلوقتي يا ابني في زمن اضعف الايمان ده. ايوه يابا، بس السكت عن الحق شيطان اخرس. يا ابني وانا كل ما هقول لك كلمه هتنط لي ب10. الله، ضعف الايمان ما هوش كفر، اللي ايمانه ضعيف احسن من اللي ما عندوش ايمان خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا امين يا اخويا؟ الحمد لله. مالك وشك اصفر كده ليه؟ لا ابدا، اصل حماتي من نضال تعبت شويه وجبنا لها الدكتور يجي من ساعه. الف سلام عليها، دي كانت زي الفل من شويه. زي ما تقول كده ضغطها وطي فعلت ضغطنا احنا من الخوف عليها. طب وهي عامله ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله، الحمد لله بقت كويسه. طب انا بقى هطلع اطمن بقى. تطمن على مين؟ على الحاج. واجب برضه. واجب برضه. ولا ايه يابا؟ ايوه طبعا. صح. اطلع يا اخويا. واجب. اطلع الله يكرمك، ربنا يخليك يا سياد. اي خدمه عم بايه؟ بقول لك يا امين يا اخويا. خير تحت امرك. السؤال بسيط كده، بس انا كنت عايز اعمل دورة ميه في الدكان بتاعي، التصريح بتاعها يكلف قد ايه؟ انت عايز تعملها السنه دي ولا السنه الجايه؟ لا انا هزر يا امين، طبعا السنه دي. ايوه طيب انا بحسبها السنه دي تبقى يعني مستعجله شويه، يعني تكلف لها تصريح يكلف لك بتاع 3000 جنيه كده. ايه؟ ايه؟ 3000 جنيه ليه؟ بقول لك دورة ميه وانا قلت لك عندي دور تاني. خلاص ما تسخنش قوي كده. اما تتزنق يبقى اطلع اعملها ببيتكم. يا امين برضه جابلني يا اخي. وانا هحط حاجه في جيبي؟ ده ربنا اعلم الفلوس دي هتروح فين. مصاريف التصريح كمان لولا ان انا مراعي الجيره والمحبه ما كنتش قلت لك الرقم ده. يا اخويا كده تبقى مراعي الجيره. انت بتشك في ذمتي ولا ايه يا عبيه؟ لا من ناحيه ذمتك معقول اشك في ذمتك؟ ده ذمتك دي الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها. بس انا يعني بحسب حسبتي. احسبها براحتك، انا تحت امرك. ايه يا نونو متأخرة كده ليه؟ جو يا مامي عمالة اكلمه على التليفون ما بيردش. عريس بقى وفرحه النهارده.
تلاقيه سايق وما سمعش الموبايل. قصدك طاير وعامل الموبايل سايلنت وسايبني اولع كالعاده. الغايب حكيته معاه. يلا بقى يا عروسه خلي الكوافير يشتغل. يلا يا نونو متاخرناش. يا مامي مش لما اطمن الاول على اللي انا اصلا بجهز له ده. طريقة تندلي اتقالي شويه. ايه مش قادره تبعدي عنه كام ساعه؟ لا اتقل عليه ويتقل عليا الجو القديم ده يا ماما. بصي بقى، انا من اول يوم عرفت فيه جو محدش فينا بيمثل على التاني، ودي اكتر حاجه انا بحبها في علاقتنا. يا حبيبتي ربنا يسعدك. يلا يا عروسه خلي البنت بيجري دلوقتي. يلا يا نونو هطلع اجيب لك السوليتير وتطمني عليه بعدين. خلاص؟ يلا حبيبتي. ألف مليون سلام عليك يا أحلى منضال في الدنيا. في إيه بقى؟ أنت بتدلعي ولا إيه؟ الله يخليك، نعمل ايه بقى؟ ضغط واطي وهبوط ونفس مكروش. يظهر يا ولا العمر خلاص ما بقاش فيه. بعد الشر عليكي ما تقوليش كده، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. بعدين مالك محسساني إنك كبرت كده، أمال أنا أقول إيه مثلا؟ عارف يا ولا يا ادم اللي مخليني بحبك من وانت في اللفه؟ حنيتك دي ولسانك الحلو. يا بختها ويا هناها اللي هتتجوزك. ربنا يخليك يا منضال، أنت بس عشان بتحبيني زيادة حبتين كده. بقول لك ايه يا ولا يا ادم، انت مش ناوي تتجوز؟ مفيش يعني واحده عجبتك كده؟ مفيش واحده خبطت قلبك؟ والله في. يو طب ومستني ايه؟ انت عارفه بقى يا منضال، انا بقالي 8 سنين بدرس وظروف الشغل وحياه ملخبطه يعني شويه. خلاص توكل على الله واخطبها، وهي لو بتحبك هتستناك. طب انت عارفه مين هي بقى؟ هنا. طب ما انا عارفه يا ولا. يا بنت عارفه. يا واد يا واد اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. وعيبكوا ده يا جيل يا جديد انكم فاهمين ان احنا مش فاهمين زيكم. طب اعمل ايه؟ ما هي المشكله في عبيد بس، واللي خلقك طول ما انا عايشه انت وهنا لبعضيكوا. يسمع من بقك ربنا يا عسل انت، امين يا رب. اصل انا بصراحه بحب هنا قوي. وانا كمان بحبك يا ادم. اللهم صل على النبي. شوف البيت. بجد هنا وانا والله العظيم بحبك اكتر، وباذن الله باذن الله هخليكي اسعد واحده في الدنيا. ايدك يا بنت، هات ايدك يا واد. شوفوا بقى، احنا هنقرا فاتحه وهتكون سر بينا لغايه ما نشوف مشكله عمك عبيد دي ايه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الو، ايه يا جو؟ كل ده بكلمك ما بتردش؟ كالعاده استنى عليا بس اما اشوفك. بقول لك ايه، جبت ابونا بشوي ولا لا؟ نعم. امال انت كنت بتعمل ايه كل ده؟ مساج؟ تصدق ان انت رايق بجد عشان قاعد بتعمل لي مساج وسايبني انا هنا بنهار عليك. يا سلام، كل عقلي بكلمتين كل. بقول لك ايه، انت فين دلوقتي؟ انا كمان معاك. الو الو جو، يوسف يوسف يوسف. الف سلام عليك يا ست الكل. الله يسلمك يا ابني. اوكي، نسيت تاخدي الدواء زي كل مره. حتى لو انا نسيت، البنت اللي انت جايبها لي ما بتنساش حاجه ابدا. ربنا يطمنا عليكي. مالك يا سيف يا ابني؟ شايفك مش مبسوط. كالعاده اتخانقت مع سام. تاني يا حبيبي؟ ايش حال ما كنتوش واخدين بعض عن حب؟ كان زمان يا امي. ليه يا سيف؟ راح فين حب زمان؟ موجود وحياتك، بس تقريبا سام يعني بدأت تحن الموضوع الخلفه شويه. حقها يا ابني، انت كمان مش عايزها تحن؟ ما هو ده بيقتلني يا امي، بيحسسني اني عاجز، اني مش قادر احقق لها حاجه من ابسط حقوقها، بيحسسني بالفشل. ده مقدر ومكتوب يا ابني، وانت مالكش دخل فيه. اشمعنى انا يا امي؟ حرام عليك يا ابني، دي اسمه ونصيب. ليه ربنا اختار لنا بالذات؟ يا حبيبي كل داء وله دواء، وربنا ان شاء الله يشفيك
ويمتع عينك بعيل يبقى من صلبك. بس يا انا ما بقتش انا، وسهام نظرتها اتغيرت ليا جدا بعد الموضوع ده، وانا مش عارف اعمل ايه. يا ابني حرام عليك، ما تحطش الكلام ده في دماغك، ده انت ومراتك زي الفل، ما تخربش على نفسك وتحط في دماغك الوساوس دي. دي مش وساوس يا امي، دي حقائق. وايه دليلك على كده؟ سهام بقى عندها فطور من ناحيتي، ما بقتش تشتاق لي زي زمان. يا حبيبي تشتاق لك ازاي وانتوا كل يوم في خناق؟ وانت معايا ولا معاها؟ انا مع الحق يا سيف، اللي بره الموضوع بيشوف اكتر من اللي جوه الموضوع. وشايفه ايه تاني يا امي؟ شايفه انك تشيل الكلام ده من دماغك وتركز في علاجك بقى. علاج مش هيجيب نتيجه يا امي. مين اللي قال الكلام ده بس يا ابني؟ الشفا مش هيجي في يوم وليله. انا بقى لي اكتر من 3 سنين بتعالج ومفيش فايده. الصبر يا سيف يا ابني، ربنا بيختبر ايمانك. ياما ناس كانوا زيك يا ابني وخلفوا. بس واضح ان انا هكون مش منهم. ليه بس يا ابني؟ حالتي صعبه قوي يا امي، 1 في 1000. مين اللي قال لك الكلام ده بس؟ الدكتور اكد لي اخر مره. يعني هو قال لك مفيش امل؟ قالها الصريحه، بس كان باين عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. شفتي يا ام الخيمه اللي ابنك فيها؟ شفتي؟ على بان الجاموس مالك يا عبيد؟ والله ما انا عارف الناس جرالها ايه وايه الجشع اللي مالع قلوبهم ده. خير يا اخويا، ايه اللي جرى؟ قول لي. الراجل امين جارنا ده طالب مني 3000 جنيه عشان يعمل لي خدمه ويطلع لي الترخيص بتاع دورة الميه اللي هعملها في الدكان عندي. يا نهار ابيض، ده دورة الميه مش هتتكلف المبلغ ده كله، يقوم الترخيص يبقى غالي قوي كده؟ مش الترخيص اللي غالي وانت الصدق، ده الاكراميه اللي غالي. اكراميه؟ لا ما تقوليش، هو عم امين بياخد رشوه؟ بياخد، بس ده بيصلي. ما انا قلت له، قال لي دي نقره ودي نقره. وبيقبل المال الحرام على عياله؟ انا يا جت عليه كله بياكل. وانت يا اخويا هتوافقوا على كده؟ انا مالي، انا اهم حاجه عندي انه يراعي الجيره ويعمل لي خاص. هو ده كل اللي يهمك يا راجل؟ ايوه هو ده كل اللي يهمني، مصلحتي ياكش يولع حد. يعني انت هتدفع له وتشجعه على اكل الحرام؟ ايوه ما ياكل، المهم مصلحتي. يا لهوي، بس ده كده انت هتبوظه على الناس. هو بايظ اصلا والناس الاخرين بايظين خلق، وبعدين يعني انا اللي هصلح الكون كله؟ بس مش ده المهم، مهم واللي حاسس في نفسي ال3000 جنيه اللي انا هدفعهم. طب ما تشوف يا اخويا حد تاني يمكن ياخد منك اقل. ما ينفعش يا فلح، كان ينفع قبل ما اكلمه، انما دلوقتي خلاص هو خد خبر بالموضوع، ولو شم خبر بقى ان انا لفيت من وراه عشان اخلص الحكايه دي هيعقربها لي ويوقف المصلحه. يا لهوي، ده وحش قوي كده ليه؟ طب بقول لك ايه، ما تسيبك خالص من موضوع الحمام ده يا اخويا، ما دام هتصرف فيه تكاليف جامده قوي كده. هسيبني من موضوع الحمام ازاي ليه؟ وانت مش فاهم؟ ما انت عارفه ان انا عندي السكر وكل شويه بتحصر، ولما اتحصر لازم افك نفسي، ومش معقول كل شويه اروح قافل الدكان وطالع على هنا او رايح حمام القهوه. حسيت عليك يا نانسي، معقول قلبها ينكسر كده يوم فرحها وعريسها يموت؟ كان مخبينا فين ده بس؟ كان مخبينا فين؟ فجأة ما كانتش على البال ولا على الخاطر. بس بقى اللي انتوا عاملينه ده، وبعدين انتوا لابسين اسود ليه؟ تلبسوا اسود يوم فرحي؟ ده كلام يا ماما. اتفضلي بقى كلمي جوش وفي فين لغايه اما البس. بنتي بتضيع مني، بنتي بتضيع مني يا جورج، الحقني الحقني.
ايه القرف ده؟ انت يا هانم، يا منال هانم، في ايه يا هشام مالك؟ مش عارفه احط ميك اب من صوتك العالي يا حبيبي. ميك اب؟ فين القميص اللبني بتاعي ابو خط رفيع ده؟ فين؟ معرفش، اكيد هتلاقيه عندك يعني. دورت عليه في كل حته ومش لاقيه. يبقى اكيد في الغسيل يعني او في الدراي كلين، وبعدين ما تلبس حاجه تانية يعني، انت ما حلتكش غيره. يا ستي بقالي شهر ما شفتوش، وحشني، قربت انسى شكله، خليتيني اندم على الحاجه اللي بتروح الغسيل، ما بقتش مآمن لو راحت انها ترجع تاني. يبقى اكيد ما فيش غيره، هو الواد بتاع الدراي كلين هو اللي بيسرق الحاجه. استغفر الله العظيم يا رب. اتاكدي الاول قبل ما ترمي التهم على الناس، ما نبقاش منعكشين ومبهدلين ومهرجلين ونتهم الناس بالزور. في ايه يا هشام؟ معرفش بقى، بسأل الشغاله. يا هنيه، هنيه مش هنا، راحت تجيب لي الباقي من السوبر ماركت، لما تبقى ترجع بسألها. دي عيشه بقت تقرف، فاهماني؟ وبعدين ايه كومه الهدوم دي؟ ايه كومه الهدوم دي؟ ها؟ انا حاسس ان انا في سوق العبور، والله حاسس ان انا في سوق العبور. ايش حال ما كنت جايب لك شغاله؟ ها؟ دي بتاخد تلت مرتبي وانت بتاخدي التلتين التانيين، وانا باخد صابونه. انا قلت لك 100,000 مره، هنيه شغاله فاشله وانت بتقعد تدلعها، واقف في صفها دايما. اشرب بقى. والله؟ وانت بتعملي ايه بقى يا ست هانم؟ زوجه وست بيت ولا مروحه ستاند حاطينها جنبينا؟ عيب كده يا هشام على فكره. عيب كده على فكره يا هشام؟ عيب عليكي انت، مش عيب عليا. حرام عليكي الكركبه دي. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايز افهم ايه اللي انت معيشاني فيه ده؟ ايه ده؟ وبعدين كل الكركبه دي وعندنا شغاله؟ امال لو مفيش؟ ده احنا كنا عفنا، ده ريحتنا كانت طلعت للجيران، ده اللي يعدي قدام باب بيتنا يشم الريحه يغمى عليه ونشغل المستشفى اللي جنبينا. مش فاهماك يعني، انت شايفني معفنه ولا حاجه؟ لا العفو. انا اسف جدا، انا اسف. العفو ده حضرتك انضف من الصيني. مش شايفه؟ مش شايفه الشياكه؟ شايفه الجمال؟ شايفه البيت متساوي ازاي؟ شايفه الهنا اللي انا فيه؟ دي حاجه تهدي الاعصاب جدا. بصي انا اعصابي هاديه موت موت. والله يا حبيبي بقى، انت يوم ما اتجوزتني كنت هانم في بيت بابايا، اوكي؟ وبعدين انا هفضل كده على طول، سواء يعجبك او ما يعجبكش. وعلى رأي المثل، ابويا رباني وجوزي هناني، ولا انت عندك رأي تاني؟ صبرني يا رب على ما بلاني. عايز افهم ايه الموضوع بالظبط. انا جاي من بني سويف على ملا وشي من ساعه ما بلغتوني بالخبر. بدل ما تعمل له اكليله وتزفه لعروسته، هتصلي جنازته يا ابونا، هتزفه عريس للسما يا ابونا. اهدي يا سيسيل، مش كده. امال بنتك تعمل ايه؟ الصدمة شديدة قوي يا ابونا عليها وعلينا. دي لابسة فستان الفرح، مش مصدقة نجومة. ده رد فعل طبيعي للصدمة الشديدة. ما تنسوش انه كان اول راجل في حياتي، ومن صغرهم بينهم وبين بعض حب كبير، ده كان مربيها على ايده. صدمة جامدة يا ابونا، يا تروح فيها، دي بتنكر موته، بتنكر موته يا ابونا. ما تقلقوش وخلوا عندكم ثقة في ربنا. والنبي داود بيقول على لسان الرب: لست تفهم الآن ما أنا فاعل، ولكنك ستفهم فيما بعد. هي فين؟ خدوني ليها. انا كنت هزعل قوي لو ما كنتش جيت يا ابونا. ما جيش ازاي؟ ده أسعد يوم في حياتي، ولازم أكون حاضر معاك يا بنتي. شفت فستاني حلو ازاي؟ حلو قوي، حلو قوي وزي القمر. تعالي بقى أصلي لك وأباركك. طب استنى بقى لما احط الطرح. مش هعرف البسها لوحدي، وهم كلهم سايبيني النهارده، مش عارفه ليه. سيبي الطرحة وتعالي. تعالي عاوزك. هو انت محتاجة طرحة؟ ده انت زي القمر، وكفاية انك مبسوطة. مبسوطة؟ ده انا مبسوطة قوي. اصل جو يا ابونا مش مجرد راجل انا بحبه، ده حب عمري كله. عارف يا بنتي. ودلوقتي بقى اسمحي لي ادهنك بزيت الست العذراء
عشان ربنا يباركك. وعايزك في الأيام اللي جاية ترمي نفسك في حضن الكنيسة، لأنك مش هتلاقي راحة في الحياة إلا عند ربنا. كلامك بيريحني قوي يا بابا. الله يبارك لك يا بنتي، واسيبك بقى دلوقتي علشان تجهزي نفسك. لا، ما تسيبنيش، ما تسيبنيش يا ابونا، خليك معايا. حاضر، أنا معاكي معاكي. في ايه يا هشام؟ مالك؟ مفيش حاجة يا بابا. ليه يا هشام؟ ما تقول لأنكل في ايه وخليه يحكم بينا. اهدوا شوية يا ولاد، مش كده؟ مفيش حاجة يا بابا، الحكاية كلها إن إحنا محتارين في تعليم هايدي ومش عارفين ندخلها أنهي مدرسة. مدرسة أمريكان طبعا، هي بنت أي حد، دي بنت هشام مدكور. يا بنتي بطلي الأنعارة الكدابة اللي أنت فيها دي. إيه يعني هشام مدكور؟ مجرد فرد عايش في مجتمع، يعني عادي يعني. ما تبطل بقى تستقل بنفسك كده. أنا مش مستقل بنفسي ولا حاجة، أنا عارف وضعي إيه ومركزي إيه كويس قوي. بس في النهاية رحت ولا جيت حتة موظف حكومة، يعني مرتبي محدود قد كده أهو. مش فاهمة قصدك، يعني عايز تدخلها مدرسة حكومة ولا إيه؟ ما تقول حاجة يا أنكل. والله يا بنتي أنا شايف إن العملية التعليمية عايزة نسف من أساسها. المنظومة غلط يا بنتي. بس مدارس الأمريكا مختلفة خالص، لأن هما بيعلموا الطفل إزاي يحب المدرسة أكتر من البيت عشان ينتمي لها ويحب يتعلم فيها. تصور يا أنكل إن هما عاملين حمامات سباحة وتراك للخيل في المدرسة. ويا ترى بقى المدارس دي بتحافظ لأولادنا على هويتهم؟ هو يعني المدارس الحكومية هي اللي بتحافظ لهم على هويتهم؟ يعني كده ولا كده الهوية ضايعة. لا طبعا، على الأقل المدارس دي بتديهم مناهج متطورة، بتخلي عندهم لغة، لايف ستايل مختلف مش موجود في أي حتة. ده غير إن هما لما بيكبروا الشركات هي اللي بتجري عليهم. بس مش لما يبقى معانا الفلوس اللي ندفعها لهم يا بابا، ده بياخدوا في السنة الواحدة 60,000 جنيه. أجيبهم؟ هو أنت ملياردير يا حاج؟ ياه، ده مبلغ كبير قوي. دي آه. ثروة يا هشام. أنت كل قرش هتحطه في بنتك النهاردة هتشوفوا فيها كل شوية. أنا رأيي إنكم تحوشوا لها الفلوس دي لغاية ما تكبر، ولما تبقى تكبر تبقى تاخد الفلوس وتعمل بيها مشروع كبير. أهو شفتي؟ لا مش صح طبعا، اللي بدل ما نشيل لها الفلوس اللي بتقل قيمتها مع الوقت نستثمرها فيها وفي تعليمها. يا جماعة صدقوني التعليم ده بقى استثمار كويس جدا، وخصوصا في المجتمعات اللي زي عندنا. يا ستي ما قلناش حاجة. طيب ماشي، هندفع مصاريف السنة منين؟ ولو قدرت أظبط السنة المرة دي، طب ما أنا السنة الجاية يمكن ما أقدرش. بقول لك أنا مرتبي قد كده. ده غير إن البنت ممكن يحصل لها مشاكل نفسية، وأكيد هتحس إنها أقل من زميلاتها، وده طبعا هيأثر عليها. وتبكي وتنهار ويجي لها انهيار عصبي وتبقى مريضة وتبقي أنت السبب. طبعا ده بيتهيأ لك، ده انت حتى الامريكان اكسنت عندك زي الزفت وعمرها ما هتتصلح لانك اتربيت واتعلمت ده غير ان المناهج الدراسيه بتاعتها مناهج قديمه جدا ما فيهاش امريكان اديوكيشن اللي قلت لكم عليه. يا دي الامريكان اللي عامل لك هس هس في نافوخك. فوقي بقى. بابي انا عايزه ايس كريم. ايس كريم يا حبيبتي؟ ايس كريم ايه بس؟ انت عندك برد وكمان سنانك بتوجعك صح؟ بصي اول ما تخفي هجيب لك ايس كريم كبير قد كده اهو، ماشي؟ والنبي يا بابا وحياة هايدي بس اكله مره واحده. مره واحده؟ اخ منك انت، ما بعرفش ارفض لك طلب. تعالي يا بنتي هنا، تعالي يا بنتي هنا، تعالي تعالي يا مغلباني، تعالي هنا. السلام عليكم. شايف يا انكل اهو طول الوقت عمال يدلع فيها كده، مخليني مش عارفه اربيها خالص. شوفي يا منال يا بنتي، هشام ابني حنين قوي، ويا ريتك تاخدي من حنيته شويه. ده ابني انا مربيه وعارفه، وبكلمه حلوه هتاخدي عينيه الاتنين من جوه. هو لسه مرزوق ده بقى اتأخر كده ليه إن شاء الله؟ زمانه جاي يا اخويا، وبعدين الغايب حجته معاه. بقول لك ايه، انا مش متفائل. ليه بس؟ ليه بس؟ انت مش شايفاه اتأخر بقى له قد ايه؟ بعدين اللي ما يحترمش مواعيده ما يحترمش الناس، ودي حاجة تقلقني انا قوي بقى. طب استنى لما تشوفه، مش يمكن يعجبك؟ ان شاء الله يعجبني، ان شاء الله يطلع كويس، وانا اكره لك الخير يعني.
لا ان شاء الله والله هيعجبك وهو كويس. تحبيه يا بت؟ انا؟ لا طبعا، هو انا بتاعت الحاجات دي؟ عليا انا يا بت، ده انا خبزك وعجنك من وانت قد كده، من وانت في اللفه. بص يعني هو يعني في حاجات كده ما بيننا زي ما تقول كده استلطاف، بس من بعيد لبعيد. وشافك فين بقى الواد ده؟ في خناقه. خناقه؟ اه. ازاي يعني؟ قامت خناقه في محل القماش اللي انا شغاله فيه، وهو جاي يحقق ويمقق في الموضوع. في الموضوع برضو؟ ماشي، خليها في الموضوع. السلام عليكم. عليكم السلام. اتأخرت ليه يا مرزوق؟ كنت فين؟ لا مؤاخذة، جات لي مأمورية مفاجأة كده هي اللي أخرتني والله. معلش حصل خير. سمعت بقى انك عايز تتقدم لاختي بطة، الكلام ده صح ولا مش صح؟ وش كده؟ طب يا عم بس نقعد ونشرب حاجة كده. ايه ده، انت بتشرب سجاير؟ لا كنت بشرب. صح ولا مش صح الموضوع ده؟ هو صح ومش صح. نعم، يعني ايه يا مرزوق؟ لا يا جماعة، أنا قصدي إن أنا يعني عايز أخطب الأول وبعدين الجواز ده إن شاء الله قدام شوية يعني. طب ما منطقي جدا إنك تخطب وبعدها تتجوز. معلش يا آدم، أنا بس أحب أحدد الحدود قبل أي حاجة، ده جواز يا صاحبي مش أي كلام، وبعدين دي حرمة بيت ولازم نحافظ عليها. وبصراحة أنا ما عنديش شقة وعايش شوية وقت يعني كده لحد ما أحوش تمنها وأدور عليها وألاقيها. تحوش وتدور؟ انت هتبقى اختي عجزت وكبرت ووشها شقة. لا إن شاء الله خير، إن شاء الله ربنا يعطرني فيها وألاقيها بسرعة. وبعدين زي ما أنت شايف أنا أمين شرطة وبدرس في كلية الحقوق، وإن شاء الله فاضل لي سنة وأتخرج وأبقى ظابط قد الدنيا. ده أنت مطحون زينا بقى يا عم مرزوق. وهو مين مش مطحون في البلد دي يا آدم؟ معاك حق. وأنت عايش مع مين بقى على كده؟ مع عمي. أنا أخ على 4 بنات، بس الحمد لله كلهم اتجوزوا يعني ومش فاضل غيري. تاهت ولقيناها. عايش مع عمك يبقى تتجوزوا في شقة الوالدة. لا أنا عايزة شقة لوحدي. جرى يا بطة، أنت عايز الشقة ولا مرزوق؟ شقة طبعا. عين العقل. حاجة تاني؟ بقول لك ايه يا عم عبيد، بتفكك يا اخويا من حكايه تصوير المستندات دي وتيجي تشاركني. اشاركك فيها زغلول. انا اقول لك تضم محلك على محل الملابس بتاعنا وربنا يكرمنا ونوسع المجال. ايوه بس انا الصراحه يعني ما بفهمش في شغلانه الملابس بتاعتكم دي. ومين بيفهم يا حبيبي؟ انا ذات نفسي ما بفهمش في الملابس. شوف يا عبيد اخويا، ما دام الرزق حلال ربنا بيبارك، وبنستر الناس ربنا بيكرم. ايوه بس الصراحه يعني انا يعني ما زي ما تقول كده ما معيش فلوس يعني اشاركك بيها. ما تشيلش هم، اعتبر نصيبك في الشركه مهرها انا بنتي. انا بنتي؟ ايوه يا عم عبيد، مهرها. مهرها من مين؟ من ابني الديسي زغلول الديسي. الديسي يتجوز انا؟ اليمامه دي تتجوز الديسي؟ ماله يا عبيد؟ واد مجدع وكتسيب وبيحتكم على مشروع قد كده، واد مارش. شوف يا حبيبي، عايزك تروح تفكر وتشاور وبعدين ترد عليا. ايوه يا عم زغلول، يعني ما تاخذنيش، يعني انا نسبتي هتبقى نص بالنص. نص بالنص ايه يا عمونا؟ شوف محلك وشوف محلنا. لا بصراحه بقى انت ناوي على طمع. هو يا عم لا طمع ولا حاجه، صحيح انتوا محلكم اكبر بس انا برضو المحل بتاعي مرزق، عتبته مرزق وكفايه ان هواه بحري. طب احنا عاملين حسابنا نركب اير كومبيشن. يا عم سيبك من الاير كومبيشن والحاجات اللي انت عمال تقولها دي. انا نسبتي هتبقى كام؟ انا اقول لك يا عبيد اخويا، عشان انت حبيبي هديك 10%. 10%؟ 10% دي قيمة هنا ليه؟ انت عاملها بالوزن؟ بصراحة بقى اكتر من كده تبقى واقفة بخسارة عليا. يا عم ما اقول لك على حاجة، احنا هنخليها 30%. لا 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 يا حبيبي، ده كتير قوي كده، تبقى بخسارة عليا. يا عم هو انت بتشتري قماش ولا بتفصل جاكيتة؟ شوف خليهم 25% والنبي ما انتهي الحاجة وتقول مبروك.
وهتجربني، ولعلمك انا مرزق، لو شاركتني شوف الخير اللي هيجيلك. وبعدين يا جورج، انا حاسه ان بنتي بتضيع مني. الدكتور ما قالكش حالتها دي هتفضل قد ايه كده؟ قال لي لازم نهودها وناخدها على قد عقلها لحد حالتها ما تهدى وتمر بسلام. لغايه امتى؟ الدكتور ما قالش. المهم مفيش داعي نضايقها، كفايه اللي هي فيه. جيب العواقب سليمه يا رب. على فين يا بنتي؟ ها؟ ما اعرفش يا بابا، انا بكلم جو على التليفون مش بيرد، قلقني. قلت اروح اشوفه فين ده. هتدوري عليه فين يا نانسي؟ في الشقه. ما هو قال لي امبارح ان هو هياخد حد من العمال وهيروحوا يظبطوا حاجه هناك، واكيد طبعا سايب موبايله سايلنت وما بيردش كالعاده. طب استني اما البس واجي معاكي. لا يا بابا، انا هروح واجي بسرعه. هتسيب بنتي كده يا جورج؟ الدكتور قال لازم نسيبها على راحتها، ما نعاندهاش عشان حالتها ما تسوقش اكتر. هو في أسوأ من كده؟ استر يا رب. انا خايفه بنتي تعمل حاجه في نفسها. ما تخافيش، هي هتروح تدور عليه، مش هتلاقيه، هترجع تاني. وافرض سألت حد وقالوا لها انه مات، بنتي هتنتحر يا جورج. معاكي حق، انا هلبس بسرعه وامشي وراها وراقبها من بعيد. الحقها الحقها، لا تعمل حاجه بنفسها. جيبي العواقب سليمه يا رب. والله العظيم خلصت وجايه في الطريق خلاص. انا في السوبر ماركت اللي قدام الجامعه بجيب حاجه كلها عشان هموت من الجوع. يلا بقى اقفلي بلاش ملل. ماشي يا غلسه مش هتاخر. يا معلم انا في الجامعه. طب بقول لك ايه، اسبقوني انتوا بقى على البيت. يا اخي ما تبقاش بارد بقى، يلا اسبقوني. بقول لك ايه اقفل، هكلمك تاني. هو انت هنا؟ ده انا نفسي ازنقك الزنقه دي من زمان. تعالي لي يا بطه. لو سمحت عايز نص كيلو جبنه رومي وربع زيتون كلاماتر. هاي ازيك؟ على فكره انا زميلك في الدفعه، انت مش فاكراني ولا ايه؟ لا مش واخده بالي. ازاي يعني؟ العربيات السبور اللي قلب الجامعه دي كلها ما شفتهاش خالص؟ شفت العربيات بس ما همنيش اعرف مين صاحبهم. انا بقى يا ستي صاحبهم، وجات لك الفرصه انك تتعرفي عليا. كريم ابو المكارم. على فكره انا كنت حابب يعني اسجل اعجابي الشديد بتفاصيلك. بتفاصيلك؟ تفاصيلك يعني لبسك، ستايلك، ريحه برفانك، كل دي اسمها تفاصيل. وانت بقى يا ظريف فاكر نفسك كده بتعاكس؟ عاكس؟ ايه الجو القديم ده؟ وايه الجو الجديد بقى؟ انا مش الشباب اللي بيخلص. بتخلص ايه بالظبط؟ ما تيجي ونسميه مليجي بقى. نعم. ايه في ايه؟ طب يلا ونسميه عبد الله. انت قليل الادب. بس لذيذ. طب يا لذيذ لو ما مشيتش من قدامي دلوقتي حالا همسح بكرامتك الارض. طب خلاص هشوفك وقت تاني تبقي هاديه. تاكس. ايه السماجه دي؟ ساعديني بدل ما انت كده. يا مساء الورد والفل والازهار على احلى ام في الدنيا. يا حبيبي مساء الفل يا حبيبي. افرحي يا صبرا. خير، بشرني يا وش السعد. بنتك المفعوصه كبرت وعدالها جالها. تتكلم جد؟ والله. يا ما انت كريم يا رب. وده مين ده بقى ان شاء الله؟ ده شغال امين شرطه وبيدرس في حقوق. الله، وده عرفته منين؟ في خناقه. ايه؟ خناقه؟ كان بيحقق ويمقق. حقق ويمقق؟ بس مقق صح. ربنا يفرحك يا بنتي. يعني انت شايف يا ادم ان هو طيب وبيخاف ربنا وهيخاف على اختك؟ بصراحه لا. ايه؟ لا يعني انا بهزر معاكي. لا الواد شكله جدع وابن حلال. انت بس بشري ابويا والباقي على ربنا. احمدك واشكر فضلك يا رب. ربنا يتمم لك على خير. قادر يا كريم يا رب. يا ما انت كريم يا رب. سامع الفال يا ام هنا عشان تعرفي الخير على قدوم الوردين. اتأخرت ليه يا راجل؟ كنت بعمل صفقة العمر. صفقة ايه دي؟ جواز هنا بنتك. جواز هنا؟ هي هنا بيعة وشروة عشان تعمل بيها صفقة؟ لا بيعة ولا شروة يا اختي، خاطبها طلبها وانا وافقت من حيث المبدأ. خطبتها لمين؟ لا لسه، هي بالسهل كده. دي برضه هنا
وهنا تتقل بالدهب. ما قلتليش مين العريس؟ الديسي. يا لهوي، الديسي ابن زغلول الديسي. يا اختي الديسي ابن زغلول الديسي هو بعينه. يا لهوي، ده طور، ده مهزقة الحتة وغبي من يومه. ايوه يا اختي بس مقرش، وقرشه بقى يخلي غباوته زكاوة. وبعدين هيشاركني نفتح المحلين على بعض وابقى شريكه بالربع، ونسيبنا بقى من حكاية تصوير المستندات وبيع الأرواح والملبس للعيال والحاجات اللي ما بجيبش همها دي. يعني انت شايف كده يعني؟ امال ايه؟ خلينا بقى نكسب بالجنيهات، سيبك بقى من القروش والشلينات والكلام الفارغ ده. يعرف يحكم على حاجه لسه. خلاص قابله انت بنفسك واحكم عليه. اقابله ازاي بس؟ ونجهز البت منين؟ يعني اقابل الراجل واتفق معاه وبعدين اخلى بيه. يا سيدي يدبرها ربنا ان شاء الله، يعني نوقف نصيب البنت علشان ما معناش ثمن الجهاز. يعني نتفضح قدام الناس؟ فضيحة ايه بس؟ احنا ناس على قدنا وبنسطر بنتنا. استغفر الله العظيم، واحنا نستعجل ليه؟ البت لسه صغيره ولسه هيجي لها عرسان كتير. يعني يا اخويا شايف سوق الجواز ماشي قوي؟ ما هو اختها الكبيره كانت هتبور لولا ستر ربنا عليها. كل شيء اسمه نصيب، هما مش بيقولوا اللي من نصيبك لازم يصيبك؟ مش عارفه ليه قلبي حاسس ان العريس ده مكتوب لها. اشمعنى؟ مش عارفه، من وصف ادم ليه قال ان هو متهاود وعاوز يعيش، واحنا هنعوز لبنتنا ايه اكتر من كده؟ انت قلت لي اسمه ايه الحارس ده؟ اسمه مرزوق، وان شاء الله ربنا يرزقه ويجعله ادم السعد علينا، قادر يا كريم يا رب. يرضي ربنا كده يا استاذ ادم، وكتاب الله اللي حصل ده حرام. لا ما يرضينيش طبعا. يعني ايه واحده مصريه تتقتل في المانيا بالطريقه دي؟ ما احنا لو لينا ظهر ما كانش حصل فينا كل ده. لو لينا ظهر ما كانش كل يوم واحد مات في فلسطين ولا العراق ولا لبنان ومحدش جاب له حقه. ويا عالم اللي جاي ايه؟ تتقتل عشان محجبه ودمها كده بقى راح هدر. هدر ايه يا ابني؟ الله يرحمها، دي شهيده. هو جثمان هيوصل امتى؟ بيقولوا هيوصل بكره. انا لله وانا اليه راجعون. انا مش فاهم الناس دول عايزين مننا ايه؟ بيقولوا علينا احنا الارهابيين، وفي الحقيقه ان هم الارهابيين. في كل بلد في تعصب ممكن تلاقيه في اي حته. الله، ما هم اللي مرضونا بيه ولزقوه فينا وبيوصفونا بالارهاب. وعلى فكره مش من ساعه ما وقعوا البرجين، ده من قبل كده. معاك ان فيهم ناس بيحاولوا يوقعوا بيننا وبينهم، والدليل على كده ان اللي قتلها ده لا هو عربي ولا ليه اي علاقه بينا. يا جدعان احنا ملطشه وما بنجعرش وبنتنطط الا على بعض. يا ابني زي ما هم عندهم ناس مجانين، احنا برضو عندنا ناس مجانين، والمفروض العقلاء في الطرفين ما نساقوش ناحيه افعال مجانين. دي ارواح ناس واسر وضحايا يا جماعه بتتشتت وكله بيروح هدر. الراجل ده معاه حق. انا مره ما حكمتش عقلي كده كنت هروح في 60 داهيه. فاكر موضوع شرم؟ مثلا يعني. ايه ده موضوع شرم ده؟ كنت مره رايح اشتغل في شرم في مطعم. اول ما دخلت المحل لقيت صاحب المحل ايه؟ اجنبي. واول ما شافني كده بص لي وقف شويه كده وقال لي ايه؟ انت هتشتغل عند الحمام. مش عيب. بس انا قلت له يا عم انا جاي اشتغل في المطبخ. قال لي لا عند الحمام. ليه يا عم؟ قال لي لا هو كده هتشتغل عند الحمام. يا عم يرضيك يرضيك. اتاري بقى عشان ايه؟ عشان انا عربي. فهو شايف ان انا واقف عند الحمام. كلمه من هنا بقى على تلبيخه من عنده قمت ماسكه رازعه علقه بنت لذينه. حتى في بلدنا بيتبلطجوا علينا، الاجانب دول ظلمه يا اخي. استنى بس اهدى. مين اللي خرجني بقى من المشكله دي؟ مين؟ مرات الراجل. شوف اجنبيه زيه بس جت شهدت مع الحق. يا نهار ابيض، الست هي اللي عملت كده؟ اه والله. شفت بقى يا عم، مش كلهم متعصبين، زي ما احنا فينا متعصبين هم برضو عندهم متعصبين. بصوا يا جماعه، العنصريه دي صفه انسانيه شريره ملهاش علاقه ولا بلون ولا بدين ولا بجنس. والله. طب باي باي دلوقتي. خير، كنت بتكلمي مين؟ كنت بكلم ماما. امال يعني بكلمك على الموبايل كنتيش بتردي ليه؟ كان في الشنطة وما سمعتوش. انت ليه يا سهام متعمده دايما تتجاهليني كده؟ انا ما بتجاهلكش، انا بتحاشاك عشان انت بقيت عصبي قوي اليومين دول. عصبي بحب مهنتي. المفروض انت مراتي يا حبيبتي، الحته الجميله اللي في حياتي. قربي مني وتشيلي من عليا شويه. كان زمان كنت بقدر اعمل ده يا سيف، انما دلوقتي ما بقيتش اقدر. وايه اللي غيرك يعني وخلاكي ما تقدريش تعرفي تعملي كده؟ انت يا سيف.
وانت يا زي ما اتغيرتيش؟ اتغيرت بس برضه بسببك. برضه بسببي. كل حاجه بسببي. يلا كملي كملي بعبعي، ما انا حاسس باللي لسه جاي. قولي طلعي كل اللي جواك، اتفضلي. هو ايه اللي بعبعي وقولي واعملي؟ ايه الشك اللي انت بقيت عايش فيه ده؟ ايه الظن اللي على طول الخط دايما ده؟ عمايلك يا هانم اللي بتخليني اظن في كل حاجه واشك في كل حاجه. تشك في ايه بالظبط؟ بصراحه كده يا سهام بقى انا حاسس ان انت ما بقيتيش تحبيني زي الاول. بالعكس بقى، انا اللي بقيت حاسه ان انت ما بقيتش تحبني خالص. انا بالعكس، انا بقيت احبك اكتر من الاول بكتير، بس انت مش واخده بالك. مش باين يا سيف. حبك لنفسك وخوفك عليها من اي جرح او الم خلاك تدوس على كل اللي حواليك، حتى لو دوسك ده كان بيوجعهم وممكن يموتهم كمان. اسمك سالي؟ جديد ده، راكب على الويندوز اللي عندي بالظبط. امال فين مونيكا يا بت؟ سافرت في رحله وراجعه كمان يومين. في داهيه، ما ترجعش خالص. انت زي الفل يا سالي. الله. عندك كام سنه؟ 25 سنه. وانت؟ انا 28. اموت انا. واو، انت السن اللي بحبه ده، سن الرجوله. انت شفتي حاجه؟ انت في كايرو؟ لا، في شبرا. يا خساره، لو كنت في شرم معايا دلوقتي كنا اتقابلنا. شوف بقى كان ممكن يحصل ايه. حبيبتي انا مستعد اجيلك. انت قاعده مع مين؟ قاعده لوحدي في بيت على البحر. يلا يا عم عامر، عايزين نشطب. ايه ده؟ ايه السقف ده؟ ايه السقف ده؟ ما تنزل لي سحلب وطاوله بالمره، ما تبطل بقى شغل القهوه اللي انت كنت شغال فيه ده. انت دلوقتي شغال في نت كافيه، يعني بقيت عالمي. يالا انترناشونال. الحاجه الوحيده اللي مش قادر انساها انك عمرك ما اديتني بقشيش. بس بقى انت هتسيح ولا ايه؟ بقول لك يا بلح، اطلب منك خدمه. خير. اقفل عليا البتاع دوت لغايه بكره الصبح. اقفل عليك؟ ازاي يعني؟ اقفل عليا صدقني، وبعدين لو قفلت عليا بقى هجيب لك السيديهات بتاعت القرد الشقي، فاكره بتاع جنوب افريقيا بتاع الموز. انا بعشق الموز. اذا كان كده انا موافق، بس افرض مينا فتح الصبح ولقاك، يبقى ايه الكلام؟ ما تقلقش، مينا السيديهات بتاعته عندي، انا عارف ذوقه. وبعدين انا هبات هنا. طب ما تطلع تبات في اوضتك. ما ينفعش، فوق فيه رشين، ممكن اموت فيها ولا حاجه. اتوكل على انت. وبعدين مينا بيقوم الساعه 3 العصر، انت تيجي بدري تخبط عليا 3 خبطات احسن اكون قالع ولا حاجه. قالع؟ ايوه قالع مع قرايبي بتوع دبي. ده انت هتاخد راحتك بقى. طب اذا كان كده ما تعملش صوت، لحسن لو مينا عرف انا ممكن عيشي يتقطع بسببك. لا ما تقلقش، توكل على الله انت. عم عامر خلي بالك من المكان. حاضر ما تقلقش، انت توكل على الله. عم عامر يا عم كفايه بقى، انا كان زماني رحت لهم دبي. توكل على الله. خلاص خلي بالك من الاجهزه. خلاص توكل على الله. ايه ده في ايه؟ يا نهار اسود، ايه ده؟ ده انت قلت الادب ما تربتش. قلت لا يا شيخه، حرام عليكي بلاش افترا. مهما كانت قلت الادب وما تربتش تفتحي لها دماغها بالشكل ده. سيبك منها، دي بنت كهينه، انا بعرف اتعامل مع الاشكال دي كويس. اسكتي يا شيخه، حرام عليكي. انت ايه؟ دي مهما كانت بني ادمه فتحت لها دماغها. خليك كده اقعد امر عيناش شغالين، خليك، هو ده اللي انت فالح فيه. بس معلش يا حبيبتي، حقك عليا، انا حقك عليا. تعالي معايا. راح فين يا هشام؟ هو ايه اللي راح فين يا هشام؟ انت جنيت. انا اللي جنيت يا مجنونه، هوديها المستشفى، دي عايزه غرز. جاتك غرزه تلهفك. تعالي يا حبيبتي تعالي. هوبا يا عم، انت فتحت القرد ولا ايه؟ حبيب قلبي ايدي يا ابني. يلا تعالى بقول لك ايه، خالك عمرو جوه مع البنت سالي. خالي عامر مع سالي؟ على النت وفاتح له الكاميرا، تعالى نلحق نتفرج عليه. تعالى خالك عامر ما رحمتوش. يوه ليه كده؟ الكاميرا قطعت عندك، شغليها. قفشتك يا خاين يا غشاش. اسافر يومين اجي الاقيك بتعاكس بنت خالتي. يا واطي. ايه ده؟ مونيكا انت مش كنت مسافره؟ ده الايام بتعدي بسرعه. في ايه؟ انت كنت فين؟ عموره ده بتاعنا، انت اللي سافره. هو كمان. ما تتخانقوش عشان خاطري، معلش. يلا يا رخيصه، يلا يا زباله، يلا يا سهله حيوانه. ايه يا بنات، في ايه صوتكم عالي ليه؟ يا لهوي
يا جماعه احنا كنا كويسين، ده شيطان ودخل بينا. اهدوا بالله اهدوا بالله. يا فندم الاستاذ سمير غانم ما بيردش علينا، مش عارف اقفل الموضوع. ارزعوا خبر كله هجوم وهو اللي هيتصل بيك. بس احنا لسه الاسبوع اللي فات كاتبين عنه كلام كويس. ما هو كان بيرد. حاضر يا فندم. على فكره شوف لي موضوع نادي الزمالك، اقعد اكتبه لي هنا. حاضر. هيا انسه، حضرتك شايفه ان ممكن تكتبي في انهي باب؟ انا جدي كان مناضل سياسي، قضى سنين من عمره في المعتقلات، وانا عشت معاه المناخ ده من وانا صغيره وحبيته وشربته، وشايفه ان انا اقدر اكتب فيه. تكتبي فيه السياسه؟ ده انت لسه بتتدربي. انا شايفه ان دي ميول، وانا مياله للفرع ده من الصحافه. عارفه انا عشان اقعد على المكتب ده واكتب في السياسه قضيت كام سنه من عمري؟ يمكن قد عمرك كله. مع احترامي لوجهه نظر سعادتك، انما الحقيقه ان احنا جيل مختلف ومتطور، واللي حضرتك وجيلك قدرتوا تعملوه في سنين انا وجيلي نقدر نعمله في ساعتين. بالبساطه دي يا انسه. حضرتك في شباب عمرهم 15 و18 سنه وعندهم مدونات على النت، وليهم قراء بيقروا لهم وبيسمعوا لهم، واظن يعني ان ظاهره زي دي ما كانتش موجوده على ايامكم. يعني نقدر نقول ان السياسه دلوقتي ماده مطروحه للجميع. الكلام ده على النت، لكن دي جريده ليها سياسه وليها تدرج وظيفي. اوكي، حضرتك شايف ممكن ابتدي منين؟ ممكن تبتدي من صفحه الوفيات. وفيات؟ ولو اتجدعنت شويه انقلك لصفحه الحوادث. خد. ايه دول؟ دول 1500 جنيه، نص فلوس التصريح. ان شاء الله لما تخلص التصريح هديك بقيه فلوسك. فلوسي ايه؟ يا فلوسي؟ ما انا قلت لك الفلوس دي رايحه للناس. اهو انت دلوقتي راجل عملي وتستاهل فعلا ان محلك يبقى فيه حمام. بس الله يخليك خلصني بسرعه. خلاص انت ما دام عملت اللي عليك، احنا بقى واجب علينا ان احنا نعمل اللي علينا ونريحك. الله يكرمك، لحسن ده انا تعبان تعب. ايه مزنوق؟ قوي. طب ما تلحق. اللي انت بتقوليه مش هيحصل يا ماما. انا بدلك على الصح. اقعدي بس اهدي. الواد بيحبك وعايزك وطلب ايدك من ابوكي، عايزه ايه تاني بقى؟ عايزاه يحل عني وتبعدوه عني خالص. يا نهار ابيض، في واحده عدل هيجي لها لغايه عندها وتقول مش عايزاه برضه؟ اديسي ده عدل، امال الخيبه تبقى ايه؟ احضرينا يا ستي. خير خير يا هنا. بابا وماما عايزين يجوزوني للديسي. ايه؟ الديسي؟ يا لهوي الطار ده. هاديكي قلتيها يا ستي. انا مش فاهمه ازاي قلبكم طوعكم عايزين ترموني الرميه السودة دي. الله يسامحك يا هنا يا حبيبه قلبي، ده انت الحيله اللي طلعنا بيها من الدنيا، تقولي برضو نرميكي؟ يبقى خلاص تتمنوا لي الخير وتبعدوه عني خالص. ده الديسي ده هو الخير كله، ده عاكمهم على قلبه هو وابوه قد كده. ايه ده؟ انتوا عايزين تبيعوني اللي يدفع اكتر؟ عيب عليكي يا بنت كده. بقول لك ايه، هنا عندها حق بقى يا بيت، عايزه تبيعي بنتك بالفلوس. يا ماما بيعها ده ايه بس؟ ده هيبقى شريكنا في الشغل وفي النسب وفي كل حاجه. وبعدين بقى الراجل ما يعيبوش غير جيبه، وان كان على خفه الدم هو بقى في راجل دلوقتي دمه خفيف. في. فين ده بقى؟ دليني عليه. معرفش يعني، بس اكيد في. ما تفهميني ايه الحكايه يا ماما؟ يا اختي الحكايه ولا روايه. بقول لك ايه، البنت لسه صغيره، سيبيها تكمل دراستها وبعدين نبقى نفكر في العرسان وفي الجواز. يسلم بقك يا ستي. اهلا وسهلا، خطوه عزيزه. الله يعزك يا حبيبتي. منور يا مرزوق. ربنا يخليك يا اتم. منور يا حاج. الله يخليك يا حبيبي. اهلا يا عمي. اهلا يا ابني. امال فين العروسه؟ عايزين نشوفها بقى. جايه بس بتتزوج. انا ساميه خطوبتك الكبيره. في ايه؟ مالك يا ساميه؟ في ايه يا بنتي؟ حاسه بوجع. جهد. واضح انها حركه جنين عشوائيه غير مباشره. على ما يبدو كده ان ساميه حامل. عامر، ما تقوم بجنينتك دي تشوف وراك ايه. خالي عامر موظف كبير في ارشيف وزاره الزراعه. اهلا بحضرتك. شكرا. الف سلامه عليكي. الله يسلمك. ربنا يتم لك على خير يا رب يا بنتي. او النبي يا حاجه ادعي لها ربنا يبارك لك. ان شاء الله ربنا هيهون عليها. بسم الله ما شاء الله. هي دي العروسه؟ دي عروستك يا واد زي قمر. تعالي يا حبيبتي في حضني. ازيك يا خالتي؟ الله يسلمك يا حبيبتي. يا واد دي قمر يخرب عقلك. قمر بس يا يا نجم السهره. تعال هنا عايزك شويه. نورت يا حبيبي. ربنا يخليك. اهلا وسهلا، نورنا يا حاج. ربنا يخليكي. انت بقى يحيى. ايه يا ابني؟ ايه قاعد التعارف؟ ما تخش بقى في الموضوع. صح. عمي انا شغال امين شرطه والحمد لله بقبض مرتب كل شهر، بس انا برضه في نفس الوقت يعني بدرس في كليه الحقوق
وان شاء الله ناقص لي سنه واتخرج وابقى ظابط. يعني ايه؟ بعد سنه هتتجوز؟ لا حضرتك فهمتيني غلط، انا عايز اتجوز دلوقتي وان شاء الله الدراسه تيجي على مهلها. يعني انت جاهز للجواز؟ هتجوز مع عمي في الشقه. لا بس هجيب اوضه نوم جديده وتلاجه وغساله وبوتاجاز ومروحه كمان عشان الصيف. يلا. وبعد اذنك يعني هجيب شبكه صيني. والمهر هيبقى صيني برضو؟ لا انا مش هدفع مهر خالص. نعم؟ يعني ايه مش هتدفع مهر؟ هي بنتنا قليله ولا احنا قليلين؟ ابدا يا عمي، لا سمح الله. انتوا كبار وكبار قوي كمان. انا بس يعني ما معيش ادفع مهر، بس برضو مش طالب منكم اي حاجه خالص. انا عايز العروسه بشنطه هدومها. شنطه هدومها؟ دي بنت ناس، لازم تتجهز وتدخل زي بقيه البنات. خلاص يا جماعه، شوفوا طلباتكم ايه وبالنص. يا عم الحاجه والحاجه ما يقصدوش اللي انت فهمته ده، الماديات طبعا مش كل حاجه، وابويا طبعا عارف ان انت لسه بتبدا حياتك وربنا يكرمك. اهم حاجه اللي اتجوز اختي يبقى راجل ويشيلها في عينيه. ادخل. سيف الحديدي ابني اللي مشرفني. اتفضل يا وحش. شكرا عليك. عمرك يا باشا. صيتك ملعلع في الداخليه. شكرا يا باشا. مكتب الوزير كلموني وطالبينك بالاسم. خير ما عليك. انت هتقوم بالتعيين في قضيه التفجيرات الاخيره. انت عارف الموضوع حساس قد ايه وبيهدد امننا القومي، ومحتاجين واحد زيك قلبه ميت وعارف هيعمل ايه بالظبط. تلميذك يا باشا. اعتبر ما عليك ان التحقيقات خلصت والنتائج موجوده على مكتبك. انا متاكد من اللي انت بتقوله، انا ما انساش اسيوط. على العموم مفيش وقت، الملف هتلاقيه على المكتب بتاعك. انا عايز نتائجه في اسرع وقت. اعتبره اللي حصل يا فندم. اي اوامر ثانيه؟ شكرا. بعد اذن عليك. مع السلامه. اديني اللي هو فارس يا ابني. تبرعوا لأهل غزة، تبرعوا لأطفال غزة، تبرعوا لضحايا الاحتلال الصهيوني، تبرعوا لمصابي غزة، تبرعوا لأهل غزة. تعالي معايا يا انسه، الظابط عاوزك. نزل ايدك، الظابط بتاعك ده لو عايزني هو اللي يجيني. هتيجي معايا بالذوق ولا اخدك بالعافيه؟ والله وريني العافية دي شكلها ايه؟ اتكلمي عادي يا انسه، هو انا شغال عندك؟ انت يا ابني بس يا ابني بس كارنيك يا انسه لو سمحت والبطاقه. ما معيش كارنيه ونسيت البطاقة، وبعدين أنا عملت إيه؟ عملت ايه؟ بتلم تبرعات من غير تصريح. تصريح من مين؟ من الجهات المختصه. هو انت مفكراها سايبه كده اي حد يلم تبرعات لاي حاجه وخلاص؟ والله أنا بعمل ده بدافع إنساني مش أكتر. هنعرف ده في المكتب. اتفضلي معايا.
ازيك يا طنط؟ ازيك يا نانسي حبيبتي؟ معلش انا اتأخرت عليكي. لا يا حبيبتي ولا يهمك. غريبة يعني يا طنط، مش عادتك يعني تقعدي في كافيهات؟ انا ابني مات وسابني وحيده يا نانسي. ده انا بقيت ادور على الزحمه اروحها عشان اتونس بالناس. ما بتقوليش كده يا طنط، انت عمرك ما هتبقي لوحدك، انا هفضل دايما جنبك. انت لسه صغيره والمستقبل قدامك، بكره يبقى لك حياتك وتتجوزي وعلاقتك بيا هتبقى حساسه، مفيش اي راجل هيقبلها بسهوله يا نانسي. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا طنط؟ اولا انا مش اي حد يقدر يتحكم في حياتي ولا في علاقتي بالناس اللي قريبين مني. تاني حاجه بقى، انا عمر ما حد هياخد مكان جو في حياتي. جو مات يا نانسي، لازم نعترف بالحقيقه، نسلم بامر ربنا. انت اللي بتقولي كده يا طنط؟ مش مصبرني غير اني حاسه ان ايامي في الدنيا معدوده وقريب قوي هقابله. بعد الشر عليكي. شر ليه؟ ده انا هقابل جو. كلنا نفسنا نقابله. طنط انا كنت عايزه اتكلم مع حضرتك في موضوع كده. خير يا بنتي؟ شقه جو اللي كنا هنتجوز فيها مالها؟ انا عايزه ارجعها لك، حاسه انها ما بقتش حقي خلاص. الشقه دي جو كتبها باسمك وانا خرجتها من حساباتي. ايوه يا طنط، بس الكلام ده لما كنا هنتجوز فيها، لكن دلوقتي الشقه دي دلوقتي شقتك، وانا لا يمكن هاخد منك حاجه جو كتبها لك. انت عايزاني لما اقابله الاقيه زعلان مني ولا ايه؟ يا طنط انا جو اداني حاجات كتير قوي اهم من كده، عشان خاطري ريحيني. ريحيني انت يا حبيبتي، ما تتعبنيش معاكي، ده انت اكتر واحده حاسه باللي فيا. اوكي يا طنط، انا هسيبك على راحتك دلوقتي، بس بينا قعده تانية نبقى نكمل كلام في الموضوع ده، ممكن؟ تبرعوا لأهل غزة، تبرعوا لأطفال غزة، تبرعوا لمصاب الاحتلال الصهيوني. انت تاني؟ المرة دي قانوني، معايا تصريح من الهلال الأحمر. طالما قانوني يبقى ماشي. شكرا يا جماعة. صندوق التبرعات اهو، اخواننا في فلسطين محتاجيننا كلنا، لازم نتبرع. تبرعوا لبناء غزة، تبرعوا لأهل غزة، تبرعوا لأطفال غزة. ايه ده؟ مش انتي بتاعت؟ ايوه انا. ازاي؟ اهلا، ازاي؟ ايه لسه مالكش في السياسة؟ ست انا مالي بالسياسه بقى، خلينا في حالنا. طب ما انت جاي تتبرع لأهل غزة. طب وايه علاقه التبرع بالسياسه يعني؟ ده واجب علينا كلنا. ادم حبيب قلبي، وحشني يا شلانز، انت فين؟ تمام. هو انت تعرفه؟ انت تعرف كريم؟ اتقابلنا مره صدفه. وكنت في منتهى قلة الأدب. طب ليه كده؟ على فكره انت ظلماني على فكره.
هنقول يا ستي حقك عليا وما تزعليش يعني. كريم على فكره صاحبي الانتيم. علشان كده بقى مالكش في السياسه. ليه بقى ان شاء الله؟ على فكره بقى انا سياسي ومحنك كمان، بدليل ان انا واقف معاكم دلوقتي. طب يا محنك هتتبرع ولا لا؟ ده انا هتبرع تبرع. فعلا كريم قدامه شويه ويتبرع على نفسه. يا جماعه عند كليه هندسه حمله للتبرع بالدم، هتتبرعوا؟ طبعا. طيب بستأذنكم اللي في دمه مخدرات او كحول مش هينفع يجي، السليم بس اللي هيجي ورايا. اتفضلوا. تصدق يالا كيمو طلع التبرع بالدم ده مفيد للجسم جدا. يا عم ده الحمد لله انا خلعت، ده انا كنت هتفضح. ما تنضف بقى يالا. ما هو ده الموضوع اللي انا عايزك فيه. بصراحه البت عاليه دي عجباني قوي، نفسي اخطبها. تخطبها مره واحده كده؟ لا على مرتين. بعد ما تخطبها يا اخويا هتجوزها. تتجوز ايه يالا؟ انت اهبل. ايه يا عم الاتامه دي؟ ايه المشكله يعني؟ انا الحمد لله راجل مقتدر وعندي شقه ومعايا فلوس، ايه المشكله؟ يا سيدي ربنا يكرمك، بس مش ده الموضوع. انتوا الاثنين كده شكلكم دماغكم مش هتركب مع بعض، يعني البت شكلها متطرفه قوي في الجد وانت متطرف قوي في الهبل. ايه بس هو ده اللي عاجبني، ان احنا الاثنين مختلفين، يمكن الاختلاف ده يخلينا نتوحد. انسى تتوحد دي. الموضوع ده ملوش غير حل واحد. ايه هو؟ حد فيكم يتنازل عن مبادئه ويبقى شبه التاني. خلاص يبقى احنا خليها تتنازل عن مبادئها ووطنيتها وتتجه للضرب. يا عم انت صدقت انا بهزر، بقول لك عايز اتجوزها. ايه يا ست انت بتفتحي؟ انت اتعميتي ولا ايه؟ خير يا ديس، والله هتتكسي ومهما تقلقش ام سيد غسيلها نضيف. مساء الخير، كنا بنقول ايه يا عم عبيد؟ عندي ليك موضوع هيعجبك قوي. خير يا ديس. ابويا اتفق مع مورد صيني من اللي عينهم ضيقه دول. ايوه اتفق معاه على ايه؟ يبدر لنا المحل بضاعه ومكسبها عال قوي. كام؟ 300%. يا دين النبي. عادي، هي هو ده شغل التجاره اللي على حق يعني العادي. المهم دلوقتي انت تتمم لنا موضوع الشراكه اللي بيننا ده. لا مش هنتمم حاجه يا عم عبيد الا لما نتمم الجوازه الاول. على مهلك على مهلك يا ديش، واحده واحده. ده الموضوع ده موضوع جواز، يعني عايز شويه محايله شويه اقناع كده يعني. ايه محايله؟ ليه؟ وانا باري يا عم عبيد وما اسواش في سوق الرجاله ولا ايه؟ يا عم تسوى في سوق الرجاله، ده انت سوق الرجاله كله. بس برضه راعي ان البت لسه صغار واول مره تطلب للجواز. واخر مره ان شاء الله، وانا مستني ومقدر. ربنا يعدي اليوم ده على خير ونشوف اخرتها. اخرتها فل الفل ان شاء الله، بس انت شاهد كده واقنع ابوك يخلص لنا موضوع الشراكه اللي بيننا ده. ولعلمك بقى المحل بتاعي خلاص هيبقى فيها حمام. والنبي لو في حمام سباحه ما هنتمم حاجه الا لما نتمم الجوازه. الموضوع ده شاكب راكب. يا عم بلا شاكب بلا. قوم يا ديسي، قوم اقف في الشمس يمكن تنشف. اتفقت لك مع ام هناء وام علاء وام وفاء، موافقين كلهم يخشوا معانا الجمعيه. لا وايه، انت اللي هتقبضي الاول. كتر خيرك، انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. ما تقوليش كده يا حبيبتي، ده احنا اهل والناس لبعضيها، وبيني وبينك الجمعيه هتفرق عن ناس كتير. يا رب. الا قولي لي لما تقبضي الجمعيه هتعملي بيها ايه؟ انا نفسي اطلع امي عمره، اهي تروح تزور بيت ربنا قبل ما تقابل رب كريم. ربنا يبارك لك يا رب. وجوزك عم عبيد ما تاخذنيش، يعني البخيل ده هيوافق على كده؟ الله، وما يوافقش ليه؟ ده عمل خير. جرايه يا ام مينا، ما تراعي ان جوزي برضه. يا اختي ما هو عداكي وخلاكي بخيله زيه. بعدين معاكي يا ام مينا، مالك شاده سلخ عليها كده؟ ما كل واحد حر يعمل اللي هو عايز يعمله. هي ام مينا كده بقت لكاكه ودمها تقيل. ايه ده؟ انت زعلتي مني ولا ايه؟ ده انا بضحك معاكي. رايحه فين؟ معلش بقى، لا اصل انا الاكل على النار ولازم اروح اشوفه دلوقتي بعد اذنكم. كده برضو؟ انتي وليه اتجننتي؟ لسانك فالي كده على طول، حد يقول للاعور انت اعور في عينه؟ يا حاجه مش احسن اقول لها في وشها بدل ما الف واقول لها برضه في وشها؟ انسي كل ده، عندي ليكي نفر جديد في الجمعيه. مين؟ ام الديسي. يا ساتر يا رب، لا ابعدينا عنها، دي وليه حشريه وبتاعت مشاكل. ايوه بس فلوسها حاضره ومش هتاثر معاكي في ولا قسط. وهم دول يعني محتاجين؟ دول اللي عندهم فلوس كتير واصحاب ملك. يا حاجه صابره، البحر يحب الزياده. خلاص ربنا يسترها ويعدي الجمعيه دي على خير وسلام يا رب. هيعديها وتجوزي بطه وتفرحي بولادها، قولي يا رب. يا رب. بحبك يا مجنونه. انتي قاعده لوحدك؟ لا طبعا معايا توتي. بابا ده؟ بابي ايه؟ ده الكلب بتاعي. ايه ده الكلب بتاعك؟
عنده ايميل يعني عشان اعمل له اضافه؟ عنده؟ ادهوني. توتي @hotmail هوهو.com. هعمل له اضافه، ده هعمل له اضافه. بقول لك ايه، تفتح الكاميرا عايز اشوفك. هو انا ما قلتلكش مش الكاميرا بتاعتي اتكسرت امبارح؟ تلاقي دي عمايل توتي، هو دايما يكسر الحاجات دي. طب ده انا هموت واشوفك. اخي يا عموره لو كنت معايا في شرم دلوقتي كنا عملنا عمايل جامده موت. بقول لك ايه، ما تجيلي؟ اجيلك عينيا، ده حتى شرم قريبه يعني. بس لو جيت هتقعديني فين؟ تقعد معايا طبعا، ده انا عندي فيلا طويله عريضه مش قاعد حد فيها الا انا وتوتي. حلو ده. يعني انا لو جيت لك دلوقتي هقعد انا وانت وتوتي لوحدنا؟ اساسي، ولو مش عايز توتي ممكن نسربه في الجنينه. حلو ده قوي قوي قوي. بس يا بنت انا مش مستريح لك، انا خايف تقعدي انت وتوتي وتسربين انا في الجنينه. بابا انا كنت عايزه اتكلم معاكم في موضوع كده. اتفضلي يا حبيبتي. خير يا نونا؟ انا انت ايه؟ ما تتكلمي. انا بفكر اترهبن. ايه يا سيسيل، في ايه؟ ده شرف كبير، يا ريت بنتك تكون قده. يعني انت موافق على رغبتها؟ انا ما عنديش مانع اذا كانت حاسه انها قد المسؤوليه دي. بس نصيحه يا بنتي، لازم تفكري كويس قوي قبل ما تاخدي الخطوه دي، لانك لو خدتيها هيبقى صعب قوي انك ترجعي فيها. دي محبه في الرب، وعمرها ما هتخسر ابدا الا اللي مش قدها. انت قدها ولا مش قدها؟ مش عارفه. انت بتهربي من مشاكلك لانك مش قادره تواجهيها، وانا شايف ان ربنا عايز الانسان القوي اللي يختار المحبه الخالصه في الرب ويتخلى عن كل مباهج الحياه عن طيب خاطر وبرضا كامل، مش لانه ضعيف ومش قادر يواجه المشاكل بتاعت الدنيا الماديه الصغيره الزائله المتغيره. يعني يعني انت الحياه لسه قدامك وياما هتتعلمي منها. اهم حاجه انك تواجهي مشاكلك وما تحاوليش تهربي منها. ايوه يا بابا بس قلنا ايه؟ واجهي مشاكلك واوعي تحاولي تهربي منها. انت ليه عايزه تسيبينا يا بنتي؟ ليه مش عاجباكي عيشتنا؟ تعبانه يا ماما، تعبانه ومش لاقيه نفسي، البنت دي بقت حالتها صعبه خالص. معذوره يا سيسيل، البنت متلخبطه وما هيش عارفه عايزه ايه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا عليا. عامله ايه في صفحه الوفيات؟ ما هو ده الموضوع اللي انا جايه لحضرتك عشانه. موضوع ايه؟ جريمه المعادي اللي اتهموا فيها الست بقتل جوزها. مالها؟ مش الست اللي قتلت جوزها. مش الست اللي قتلت جوزها؟ المجني عليه طلع متجوز واحده تانية هي اللي قتلته. ايه الكلام ده؟ هي اللي قتلت جوزها واحنا ناشرين الكلام ده في العدد اللي فات. الجديد بقى ان تم القبض على زوجته التانية النهارده الصبح واعترفت على نفسها في النيابه. وادي الدليل على صحه كلامي. صور القبض عليها وصورها وهي بتعترف على نفسها ونسخه من محضر التحقيق بكل تفاصيله. والله برافو عليك يا عليا. يا فاطمه ابعتي لي الصحفي الخايب اللي اسمه عمر جبر دوت حالا، اللي كان مكلف بجريمه المعادي. جبت الكلام ده منين؟ لا يا فندم، دي مصادري الخاصه. برافو عليك يا علي. هي بقى حضرتك شايف ان انا استنى في الوفيات ولا الحوادث محتاجاني اكتر؟ والله بعد كل اللي عملتيه ومجهودك وتعبك انا انصحك تبقي في الوفيات على طول. اخبارنا ايه يا دكتور؟ ما انا قلت لك يا سيف، المشكله اللي عندك ان الهرمون مش واصل من المخ،
ودي اصعب حالات العقم عند الرجال. مش فاهم يعني مفيش امل؟ الامل في ربنا موجود دايما، والعلاجات الجديده اللي بنديها لك بتحاول تنشط الفص اللي موجود في الغده النخاميه، وبتحفزه كمان عشان ينتج الهرمون. لحد امتى بقى ان شاء الله هيفضل مش متحفز يعني؟ دكتور انا بقالي 3 سنين بتعالج. العلاج في الحالات دي بياخد وقت ونتيجته مش دايما بتبقى مضمونه، بس انت خلي املك في ربنا كبير، وزي ما بيخلق الداء بيوجد الدواء. يا بنتي استهدي بالله. الله، هو انت بتعملي فينا كده ليه؟ يا بنت انت بتكرهي لنا الخير. واضح كده ان انتوا اللي عاوزين لي الشر. بالعكس، الديسي ده هو خير وخير كتير قوي، بس انت اللي مش شايفاه. دقق يا بنت وانت هتشوفي كويس. انا ما بفكرش في جواز خالص لغايه ما اخد شهادتي واتخرج. شهاده ايه يا ام شهاد؟ يلا بكالوريوس تجاره. هتعمل لك ايه الشهاده دي يا اختي؟ كل اللي هتعمله لك انها هتزود طابور العاطلين واحد. يا بنت الديسي ده هو هيخليك عروسه العرايس وحلوه الحلوين. يا بابا فهمني بس، مش عايزاه، ما بحبوش. وانا قلت لك حبيه ولا حد قال لك حبيه؟ يا بنتي مش مهم تكون انت اللي بتحبيه، المهم هو اللي يكون بيحبك ويكون شريكي. ومشاعري واحاسيسي ملهاش لازمه عندكم خالص. لما تلاقي طلباتك كلها مجابه واحلامك اوامر، هتعرفي قد ايه انا وامك كنا خايفين على مشاعرك وبنتمنى لك الخير. انتوا بتتمنوا الخير لنفسكم مش ليا. وماله؟ ما هو الخير لما يجي هيعم عليكي وعلينا، ولا انت تكرهي لنا الخير؟ انا عايزه اتجوز واحد اكون بحبه. يا بنتي هتجيبيه منين اللي بتحبيه ده؟ وين بتحبيه يا بنت؟ واحنا بتوع الكلام ده؟ يا بنتي اسمعي الكلام، لو ما لقيتيش اللي بتحبيه حبي اللي تلاقيه، والعقل بيقول خدي اللي يحبك وما تاخديش اللي بتحبيه. لا يا بابا، انا قلت لا يعني لا. يا ساتر عليكي، بنت متعبه، بس انا برضه مش هسيبها. هقعد ازن على ودانها كده اهو لغايه ما تنخ. اعملي حسابك من اول الشهر الجاي مالكيش مصروف عندي. ليه بقى ان شاء الله؟ باباكي يا ستي بعت السواق بتاعه بمصروفي ومصروف اختك بس. ليه؟ ما انا موجوده، ولا هو بره مني ولا اعتبرني خلاص مت؟ عيب كده يا عليا، ده مهما كان باباكي. انت اللي بتقولي كده؟ ده انت اكتر واحده يا ماما شاربه منه. خلاص بقى يا حبيبتي، اللي فات مات، خلينا اولاد النهارده. انا بجد تعبت وما بقتش قد المناهده. والحاكم بامره بتاعنا بقى منع عني المصروف ليه؟ بيعاقبك يا ستي عشان رحتي تتدربي في جريده معارضه. لو يدرع يعني. يا بنتي بلاش عند، ده مهما كان ابوكي ولازم تسمعي كلامه. عموما مش مهم، قولي له خلاص ان انا اتحررت منه ومن فلوسه. انا مش الشهر ده بقى عندي دخل لاني بقيت بشتغل. ازاي بقى ان شاء الله؟ اصلهم شغلوني بعقد في الجريده، يعني خلاص من اول الشهر ده هيبداوا يدوني مرتب، يعني مش هبقى محتاجاله. يعني خلاص مفيش فايده. بصي يا ماما، نظام لوي الدراع ومنع المصروف ده يعمله مع عيله صغيره، انا خلاص كبرت. ده انت راجل ابن راجل مظبوط يا اخي. يا ماما تجيبي شويه يا اما، ده انت طحنتي الطبقين. خد يا حبيبي. يا حبيبتي صبر، انا عايز اكلمكم الموضوع. خير؟ قررت ابيع الساعه. ساعه ايه؟ الساعه الذهب اللي انا ورثتها عن المرحوم ابويا. ايه؟ وتبيعها ليه؟ نويت اطلع على شرم الشيخ وابتدي مستقبلي من هناك. يا سلام، وهو انت يعني كنت فرحت هنا لما هتفلح هناك؟ طب وليه الاحباط ده يا صبره؟ الله، هي ناقصه ولا ايه؟ يا خال، انت نويت تتفائل ولا ايه؟ بقول لك ايه، خليك في حالك انت والسوداني بتاعك، مالكش دعوه بيا، مش ناقصاك. خالك اتهبل على كبر، عايز يبيع الساعه ام كاتينا دهب اللي ورثها عن ابوه عشان يروح شرم الشيخ. هو انا يعني رايح شرم الشيخ البس شورت مشجر هناك؟ انا رايح اشقى واتعب. طب ولما انت رايح تشقى وتتعب عايز تبيع الساعه ليه؟ محتاج سيوله عبال ما استقر. وبعدين انا سامع ان شرم الشيخ دي يعني غاليه جدا، وخليج نعمه والحته بتاعت البحر دي. وهي الساعه دي يا خال تجيب لها كام كده؟ مش اقل